لما تسمعوا ويبقى عندكم بعض الأسئلة بليز اسألوا. ما تاخدوش الكلام على إنه مسلم بيه. أحب إنكم تفحصوا كل كلمة هتسمعوها والكلام اللي هيتقال. ما يبقاش الكلام بالنسبة لكم حاجة مسلم بيها وخلاص. فدي حاجة أحب أدعوكم ليها قبل ما نبدأ، وأتمنى إنه ربنا يدينا وقت فيه تنفتح أذهاننا زي ما كنا بنصلي. طيب أنا هشير السكرين بتاعتي عشان عايز أحط البرزنتيشن. لما تبقى ظاهرة حد يطمني بس إنها ظهرت. ممكن حد من الشباب يديني permission إن أنا أعمل شير سكرين؟ حالا. أوكي. حد يطمني كده الدنيا ظهرت عندكم ولا لأ؟ تمام ظهر. أوكي بيرفكت. عظيم جدا. طيب المحاضرة النهاردة زي ما كلنا يعني أو أغلبنا شاف في البوست أو في الدعوة اسمها مبادئ الإنسان المؤمن في سوق العمل. وأنا يعني حطيت سلوجن كده، هتلاقوني معظم الحاجات اللي أنا جايبها ومستشهد بيها هي حاجات من الكتاب المقدس ومن التعليم الآبائي أو أقوال الآباء. فأنا حطيت سلوجن كده: العمل مذبح يومي وميدان شهادة. واحنا محتاجين نتعلم ده كلاهوت وممارسة. طبعا لو انا بتكلم على مبادئ الانسان المؤمن في سوق العمل، ما اعتقدش انه محتاجين يعني نسمع فيها كلام كتير، لان احنا عندنا دراية ايه هي ممكن تكون المبادئ. يعني لو فتحت الميكروفون لحضراتكم عشان تقولوا لي ايه هي المبادئ المسيحية في مجال العمل، هنحدث بإسهاب. يعني كلكم عارفين الأمانة، الوكالة، الإتقان، الالتزام، كلكم عارفينها. لكن عندي هنا تخوف إن أنا أشرح المبادئ دي أو أتكلم عن المبادئ دي قبل ما أحط ركيزة أساسية ودعيمة أساسية في أمر العمل ده، اللي هو لاهوت العمل. أو يعني هو ليه احنا هنعيش المبادئ دي؟ لانه المبادئ دي لو قررنا ان احنا ناخدها كده كوصايا عشان تتعاش، هتبقى شبه ناموس بالظبط. لا تقتل، لا تزني، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك. آه، آه، عندنا شوية وصايا وشوية نواميس. المفروض الإنسان المسيحي يكون محترم، المفروض الإنسان المسيحي ما بيكذبش، المفروض الإنسان المسيحي ما بيغشش، المفروض الإنسان المسيحي عنده إتقان لشغله. فقائمة المفاريض دي كلها آه، أخشى إن هي تتاخد على إنها ناموس واحنا ملزمين بتطبيقه. واحنا معظمنا اتربينا، يعني كنا نسمع دايما يقول لك زمان كانوا يعينوا المحاسبين مسيحيين ليه؟ عشان عندهم امانه. برضه مش هي دي النقطه اللي اللي حقيقي فيها التحدي. لانه اي انسان ممكن مش مسيحي يكون بيشتغل بهذه المبادئ الاخلاقيه او الامور الاثيكال اللي بنتكلم عليها. و وفي الوقت ده مش هتكون خالص آه، في فرق ما بين انسان مسيحي او غير مسيحي. آه، انا ممكن احط شويه قوانين لناس ملحدين، ممكن احط قوانين لناس بيتبعوا ديانات اخرى من 162 ديانه اللي في الارض، والقوانين دي تلزمهم ان هم ما يسرقوش، تلزمهم ان هم يمشوا بشكل محترم. ونتيجه هذه القوانين اللي هي شبه ناموس العهد القديم، الناس دي هتمشي على عجين ما تلخبطوش. ففين الفرق هنا بقى؟ هل انا عايز اتكلم على مبادئ يعني افعل ولا تفعل، دوز اند دونتس، ولا عايز احط الاول نقطة ارتجاز جوهرية، نقطة تشكيل الإيمان، نقطة فهم هو أنا ليه هعمل المبادئ دي؟ هل هعمل المبادئ لكونها مبادئ سامية أخلاقية أنا محتاج أمشي بيها؟ آم، ولا أنا عندي دافع آخر أو عندي سبب آخر أو عندي هدف آخر هيترجم
في صورة هذه المبادئ. أتمنى تبقى المقدمة دي بالنسبة لحضراتكم واضحة، إن أنا مش عايز أشرح المبادئ مع إنها هتبقى جزء من المحاضرة النهاردة. بعض هذه المبادئ، وهي على سبيل المثال لا الحاصر كمان، يعني أنت لو جيت بصيت على محاضرة النهاردة وسمعت الجزء الثاني بتاع المبادئ، أنت ممكن وأنت قاعد تطلع مبادئ أكتر منها عشرات المرات كمان. فالمبادئ نفسها كمبادئ أذكرها على سبيل المثال لا الحصر، لكن الأهم من المبادئ هو لاهوت الموضوع. لاهوت الموضوع يعني الفكرة الكتابية الإلهية اللي ورا الموضوع، اللي تاني هقولها الكلمة دي، اللي هتترجم لممارسات بناء على مبادئ. أتمنى تبقى الحتة دي واضحة بالنسبة لنا، والمقدمة دي واضحة، عشان نبقى عارفين احنا ايه الجزء او الاجزاء اللي احنا هنبدأ نتحرك فيها وناخدها. في الأول أحب مش ألعبنا لعبة، لكن أحب أختبر كده أذهاننا وأقول لكم، لو أنا عرضت لكم الصورة دي كده، وكأن ده أنا الشخص اللي موجود في سوق العمل أو موجود في الحياة عموما، وجبت لكم دايرة مكتوب فيها بعض الألفاظ زي روحي سماوي غير منظور فوق طبيعي، وجبت لكم دايرة تانية اسمها مادي أرضي منظور طبيعي، وسألت حضراتكم وهكون بخمن الإجابة إلا إذا كان حد عنده إجابة تانية، إنه أيهما من المجموعتين دول أو من الدايرتين دول بيكون إلى حد ما محبب لأذاننا أكتر، أو يعني بيستهوينا في السمع أكتر، أو بيدينا نوع من أنواع الاستحسان أكتر. يعني إحنا نستحسن الأمور الروحية السماوية غير المنظورة فوق الطبيعية، ولا نستحسن المادي الأرضي المنظور الطبيعي. وبقول آخر، بندي قدسية أكتر لمين؟ هل هي دي الأمور المقدسة والناحية التانية دي أمور مش مقدسة؟ آم، هل الأمور دي سامية بالنسبة لنا ودي أمور مش سامية؟ هل الأمور دي أمور ذات شأن عالي والأمور دي ليست ذات شأن عالي؟ دي كلها مرادفات للمفارقة أو المنظور بتاعنا أو الرؤية بتاعتنا لدايرتين الألفاظ. لا أخفي عليكم سرا، معظمنا نشأ على إنه الروحي السماوي غير المنظور فوق طبيعي. دي كلها الألفاظ الحلوة اللي إحنا بنمارسها جوه الكنيسة، بنمارسها في الاجتماعات بتاعتنا، أيا كانت الخلفية اللي حضرتك جاي منها والعقيدة أو الخلفية العقائدية اللي حضرتك جاي منها. لكن في معظم الأحيان هي دي الأمور اللي بتتمارس جوه اماكن الاجتماعات، وده ملوش وجود. انا بتكلم على الطريقه اللي احنا بنقرا بيها الموقف، مش الصح. وانس ان احنا خلصنا الكلام ده يوم الجمعه او يوم الاحد، ايا كان اليوم اللي انت بتروح فيه المكان، ابتديت تروح المكتب او ابتديت تروح الشغل، خلاص فانت دخلت في النطاق ده اللي هو المادي الارضي المنظور. آه وسبت ده الروحي السماوي غير المنظور فوق الطبيعي، وكأن ده كان مكانه بس جوه الكنيسه، وده مكانه جوه المكتب. آه لا أخفيكم سرا، دي اسمها ازدواجية، دي اسمها ثنائية. يعني ايه اسمها ازدواجية أو ثنائية؟ يعني يعني أنا مش عارف أتواجد في الاتنين مع بعض، أنا متواجد يا إما هنا يا إما هنا، يا إما في دي يا إما في دي، يا إما أنا في وقت الصلاة موجود في نطاق الدايرة دي، ووقت التواصل الروحي وقت الشركة مع المؤمنين موجود في نطاق التواصل ده، أو لو أنا خلاص في العالم خرجت من المكان ده بقيت في هذا النطاق من التواصل، وده انفصل خلاص، ما عادش ليه وجود. في الحقيقة دي مشكلة كبيرة. المشكلة دي اسمها ازدواجية أو ثنائية. المشكلة دي أساسها أساس وثني، من فئة وثنية اسمها الغنوصية، أو الغنوصية كان كلمة جنوستكس باليوناني أو المعرفة، ودي واقعيا آفة كانت موجودة في الثقافة أو الفلسفة اليونانية من قبل حتى المسيحية.
وابتدى الناس الغنوصيين لما يبقوا مسيحيين دخلوا بهذه الثقافة كمان، اللي هي عملت ايه؟ ادت شأن عالي وقدسية عالية لهذه الأمور الروحية السماوية غير المنظورة فوق الطبيعية، وعملت تدنية أو تقليل أو تنزيل لمستوى المادي الأرضي المنظور الطبيعي، لدرجة إنه يقال عن هذا إنه شر. فده الأمور الخير ودي الأمور الشر، دي الأمور العالية، دي الأمور المتدنية. الأسمى دي زي ما بقول لحضراتكم هي تعاليم الغنوصية، واللي كان من أكتر الناس اللي بتحاربها معلمنا القديس يوحنا في الرسائل بتاعته بالذات، مش في الإنجيل، أو أكتر من الإنجيل يعني. يبدأ كلامه عن يسوع الذي لمسناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه، وكأنه عايز يقول الله تجسد، جاء في الجسد. فالجسد المادي الأرضي المنظور الطبيعي ده مش شر، ده مش حاجة وحشة، لكن الله نفسه تجسد، والله مش هيعمل حاجة فيها شر، لا بالصناعة لو هو صنع الأمور المادية، ولا بأن هو يتجسد إنه هياخد حاجة شريرة. من اكتر الناس اللي حاربوا ده في رسائلهم زي ما بحكي لحضراتكم يوحنا الحبيب. امال ايه؟ طبعا الكلام اللي انا بحكيه ده ليه ابعاد تانية كتير قوي، او تطبيقات تانية كتير. احنا لما بنحضر مؤتمر بنحس ان احنا في السما فوق في المجد، وانس ان المؤتمر خلص وابتدينا نروح لأعمالنا، احنا يعني مضطرين وقرفانين ومضروبين مش عارف 60 ايه على وشنا، ونازلين نقابل وشوش الكلحة والمواصلات والقرف. احنا دخلنا في النطاق ده وسيبنا النطاق ده. ليها تطبيقات عديدة جدا زي ما بقول لكم، احنا بنعدي بيها في حياتنا مش دريانين. قد يكون هذا بسبب التعليم اللي تلقيناه قبل كده، قد يكون هذا بسبب آه بعض يعني التشجيع على حتى الخدمة. يعني كتير مننا اتنشأ على فكرة القسيس أو الخادم أو القائد بتاعه في الكنيسة يقول له أنت مهتم بشغلك، أنت مسايب أنت قاعد في الشغل الدنيوي، تعالى الكنيسة عشان تخدم ربنا، ده الشغل الأهم. وكأن خدمة ربنا هي الحتة اللي موجودة جوه الكنيسة، والحتة دي ما فيهاش خدمة ربنا، هو ده الشغل. لا، سيب شغلك ما تتأخرش فيه عشان تيجي الخدمة بسرعة. لا، انت كده بتهتم بالشغل، انت مش بتهتم بخدمة ربنا. وكتير قوي نقعد نسأل ربنا في أحيان كتير، هو انت يا رب عايزني اخدم ايه؟ إيه الحاجة اللي انت عايزني اكون بخدمك فيها؟ متغافلين تماما ان احنا زي ما هنشرح كمان شوية مش كأننا بنخدم ربنا في الشغل، لكن كتابيا صراحة هنشوف ازاي الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا فعلا بنخدم ربنا في الشغل، وان الحتة دي مش هي الحتة بتاعت الشرير ودي الحتة بتاعت ربنا. اخر حتة هقولها قبل ما انقل، التصور ده بينقل لنا ان دي بتاعت ربنا ودي بتاعت الشيطان، دي اللي فيها الشر ودي اللي فيها ربنا. مع ان في الصورة الجاية انا هبدأ اوري لكم ان الالفاظ دي مش هي دايما الفاظ حلوة. يعني اقفوا كده قدام الحته اللي انا بقولها لكم دي، روحي سماوي غير منظور فوق طبيعي، تحسوا ان هي دي الالفاظ الحلوه، دي الالفاظ النظيفه، دي الالفاظ اللي فيها نور. السلايد الجايه هوريكم ان الالفاظ دي مش دايما هي الحلوه والنظيفه اللي فيها النور، لانه ربنا مش عايزنا نعيش زي البندول بنتمرجح ما بين الاتنين دول، شوية هنا وشوية هنا، هنا يوم الحد، هنا يوم الاثنين، هنا في الاجتماع، هنا في المكتب، ونتمرجح ما بينهم. لكن ربنا عايزنا بالمنظر ده. مش عارف كم حد ابتدى يلاحظ الفرق في المنظرين. المنظر ده انا، او المنظر اللي فات انا قاعد بتمرجح ما بين حتتين، انا موجود في واحده بس في الوقت الواحد. يعني انا هنا يوم الاحد بس مفيش ده، جه يوم الاثنين انا هنا يوم الاثنين مفيش ده. لكن الكتاب المقدس بيعلمه لنا، واللي ربنا عايز يعلمه لنا، ان انا شخصيا كشخص منتمي لملكوت الله موجود في الاثنين في نفس ذات الوقت، مش منفصل عن حد فيهم. انا اللي بقرر بسبب التعليم اللي عندي، بسبب الإدراك اللي عندي، بسبب عدم الوعي اللي عندي، بسبب عدم الفهم، إن أفصل نفسي عن واحدة من الاتنين وأرجع للمنظر ده.
فانا اللي بقرر ان انا هعيش هنا يوم الاحد بس، ومفيش ده، مع ان ده موجود يوم الاحد. وبقرر يوم الاثنين هعيش هنا وده مش موجود، مع ان ده موجود كمان يوم الاثنين. طبعا يوم الاحد اقصد بيها الكنيسه، يوم الاثنين اقصد بيها المكتب او الشركه او الشغل، او حتى لست البيت ال- شغلها في البيت ورعايتها الاولاد. ايه المنظر اللي انا بحاول اشرحه ده؟ انه كل واحد ينتمي لملكوت الله، هو في تواصل ما بين الاثنين في نفس الوقت، ما بين العالم الروحي السماوي غير المنظور فوق الطبيعي والعالم المادي الارضي المنظور الطبيعي. امال ايه الشخص اللي واقف جنبه ده؟ ده كمان اي شخص ينتمي لملكوت الظلمه هو في تواصل مع الاثنين الله. طب ايه اللي جاب الشخص اللي ينتمي لملكوت الظلمه للحته الحلوه الجميله الالفاظ السامية دي؟ لا، للأسف زي ما قلت لكم الألفاظ دي مش دايما سامية ولا حلوة وجميلة. بدليل بولس بيقول كده ويعلمنا كده الرسول بولس: لأن مصارعتنا، اللي حافظ يردد معايا، لأن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات. مش عارف كم حد سمع الآية، كم حد محتاج إن أنا أقولها تاني. هقولها تاني. بولس الرسول بيعلمنا كده إنه مصارعتنا، إحنا المشكلة بتاعتنا ليست مع دم ولحم. إحنا مشكلتنا الحقيقية مش مع دم ولحم. الشر الحقيقي اللي إحنا بنحاربه ما هواش في المادي والمنظور والطبيعي، يمكن مترجم هنا وهقول لكم ازاي بيترجم. بس نقطة الحرب الحقيقية بتاعتنا ونقطة الصراع الحقيقية بتاعتنا مش في الحتة دي، لأن الحتة دي مش مصدر الشر. أمال يا بولس إيه مصدر الشر والحرب بتاعتنا فين؟ مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع أجناد الشر الروحية. وأنا ببطأ لأني بشاور هو على بعض الكلمات. أجناد الشر الروحية في السماويات. وبما إن أجناد الشر الروحية في السماويات، فهي أجناد شر غير منظورة، من قوات شر، من خلائق شريرة، من ملائكة ساقطة تابعة لإبليس، من رئاسات وسلاطين فوق الأمم. يعني إيه رئاسات وسلاطين فوق الأمم؟ إحنا لما بنقرأ سفر دانيال ونشوف الملاك جبرائيل وهو جايب الرد لدانيال يقول له: أيها الرجل المحبوب، أنت من ساعة ما صليت أنا خرجت بالرد، لكن أعاقني رئيس مملكة مادي وفارس وقف أمامي. مين رئيس مالي وفارس ده؟ دي أجناد شر روحية موجودة في السماويات، هي اللي مسؤولة، زي ما كمان بولس بيقول في موقع آخر أو بقية الكلام: مع أجناد الشر الروحية في السماوات، مع رئاسات، مع سلاطين، مع ولاة يعني حكام هذا العالم على ظلمة هذا الدهر، يعني حكام هذا العالم المسببين الظلمة في هذا الدهر. مين حكام العالم اللي مسببين ظلمة هذا الدهر؟ هل رؤساء الدول اللي بينتخبوا بالانتخابات؟ لا، لكن دي فئة من الخلائق هي مش متشافة، عندها قدرات فوق طبيعية، وهي ساكنة في السماويات، وبطبيعتها هي كائنات روحية. عشان كده تاني هكرر الآية اللي بولس بيقولها: إن مصارعاتنا ليست مع دم ولحم، بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات، مع رئاسات، مع سلاطين، مع ولاة هذا العالم على ظلمة هذا الدهر. فين مصدر الشر؟ في الحتة دي. كما انه مصدر الخير والنور، لان ان كان هذه الامور تخص الرب الاله فهي مصدر النور، لكن ان كانت هذه الامور تخص ابليس الحية القديمة فهي مصدر الشر. المفاجأة بقى الحلوة: ان كان ده مصدر النور او مصدر الشر، هو المؤثر والعامل والمتحكم في المادي والارضي المنظور. ودي المفاجأة اللي أنا هحب أوريها لكم في بعض الآيات من الكتاب المقدس. إزاي ده بيترجم ويبان في ده؟ إزاي الروح السماوي غير المنظور فوق الطبيعي بيترجم ويتجسد ويتحكم ويصنع
المادي والأرضي والمنظور الطبيعي من خلال هذا حلقة الوصل المهم. من هو هذا حلقة الوصل؟ زي ما انتم شايفين في السلايد، هو الإنسان. طبعا في ناس فاهمة الكلام ده، قادرة تصنع هذا التأثير، وفي ناس مش فاهمة الكلام ده وبالتالي مش قادرة تصنع هذا التأثير، زي ما هوري لكم في رسم بياني أو جراف من الجرافات. لحد هنا الدنيا واضحة؟ حد عنده أي سؤال؟ حد محتاج يسأل حاجة قبل ما أوري لكم إزاي ده بيأثر في ده؟ أوكي. طيب، السلايد الجاية دي هي سلايد لبعض الآيات من الكتاب المقدس اللي أنا حاولت أجيبها لكم من ترجمة كتاب الحياة، أوضح شوية من الفان دايك. وخلينا نبدأ بالآية اللي في النص دي من عبرانيين 11:3. بيقول كده: وعن طريق الإيمان. ليه الإيمان هو اللي هيخلينا ندرك؟ لأن احنا بنؤمن بحاجة مش متشافة هيوصفها دلوقتي. وعن طريق الإيمان ندرك أن الكون كله، كل المجرات، كل الكواكب، كل العناصر، كل الأمور المادية المنظورة قد خرج إلى الوجود أو وجد بكلمة أمر من الله. فمين اللي ادى كلمة أمر؟ الله. والله غير منظور، الله مش متشاف، الله روحي سماوي عنده قدرات فائقة. فكلمة أمر من الله هي اللي أوجدت هذا الكون. هو بقى بيبدأ يكمل ويقول: حتى إن بصوا يقول إيه؟ حتى إن عالمنا المنظور المادي قد تكون من أمور غير منظورة. ها، مين مؤثر في مين؟ مين متحكم في مين؟ مين بيصنع مين؟ هل المادي المنظور هو المؤثر والمتحكم في الغير المنظور، ولا غير المنظور هو المؤثر في المنظور؟ هرجع تاني للسلايد اللي فاتت. هل الجزء ده هو اللي بيتحكم في ده، ولا الجزء ده هو اللي بيتحكم في ده؟ واضح جدا من الآية إن هو ده اللي بيتحكم في الجزء المادي المنظور، وهو ده اللي بيصنع تأثير بالذات في الجزء المادي المنظور. فهيبقى من الحماقة الشديدة إن احنا نعيش هذه الفصلة، لأن الفصلة دي يا إما بتاخدني هنا بس فأنا فقدت التأثير هنا، أو بتاخدني التأثير هنا بس بالانفصال عن ده فكمان فقدت التأثير. فيا إما أنا موجود في الروح السماوي غير المنظور فوق الطبيعي دون المساس بده، فلم أصنع تأثير في المادي، أو من الدرجات في المادي دون التواصل مع الروح السماوي غير المنظور فكمان لم أصنع التأثير. فلو موجود في ده أنا مش بعمل تأثير، بس لو موجود في ده بس أنا مش بعمل تأثير. الحكمة إزاي أتوجد في الاتنين مع بعض. الآية التانية بيقول كده بولس وبيساء فهم هذه الآية في كورنثوس الثانية: إذ نرفع أنظارنا عن الأمور المنظورة ونثبتها على الأمور غير المنظورة. الغنوصية بتقول لأن المنظورة شر وغير المنظورة هي المقدسة. لكن بولس بيوضح بيقول: فإن الأمور المنظورة إنما هي إلى حين. ليه هي إلى حين؟ لأن مجال وجودها هذا الدهر بس، إنما في دهر آتي قد لا توجد فيه هذه الأمور المنظورة. أما غير المنظورة فهي أبدية، يعني لن تنتهي بهذا الدهر. هل كلام بولس قال فيه إن في واحدة حلوة والتانية وحشة؟ إن واحدة مش كويسة والتانية هي اللي كويسة زي ما الغنوصية بتقول؟ لا، هو الراجل بيوصف إن الغير منظورة هي أمور أبدية، يعني لا تنتهي بنهاية هذا الدهر أو بنهاية هذا الزمان. أما الأمور المنظورة بتنتهي بنهاية هذا الدهر وهذا الزمان. طب كونها بتنتهي بنهاية هذا الدهر، هل ده يقلل من شأنها أو من قيمتها أو يخليها أمور هي دي الشر؟ لا، هي أمور للأسف مفعول به. كل الأمور المنظورة مفعول به. جبنا منين كمان مفعول به؟ بولس لما بيتكلم في رومية 8 ويقول كده إن الخليقة كلها بتئن وتتمخض. ليه الخليقة بتئن وتتمخض؟ بسبب الفساد، بسبب إنها، بصوا بيقول إيه: أخضعت للبطل. أخضعت للبطل. يعني إيه أخضعت للبطل؟ مش بمزاجها أخضعت للبطل، بس بسبب اللي أخضعها لهذا البطل. مين اللي أخضعها لهذا البطل؟ سقوط الإنسان. فسقوط الإنسان اللي أدخل الشر لهذا العالم المنظور هو اللي أخضع هذه الأمور المنظورة
الى البطل الى الفساد. وبسبب ده الامور المنظوره كلها، ومش بقول لك بس البني ادمين لكن بقول لك الخليقه كلها بتئن وتتمخض ومنتظره بقى. منتظره ايه الخليقه اللي بتئن وتتمخض دي؟ منتظره استعلان اولاد الله. يعني ايه استعلان اولاد الله؟ ان اولاد الله يفوقوا، يفهموا، يغيروا الإدراك بتاعهم، يستنيروا في الإدراك والفهم عشان يعملوا إيه؟ يقوموا يقفوا على حيلهم كده، يبطلوا قعدة بس في الكنايس من غير العالم، او قاعده في العالم من غير ربنا. يبطلوا الفاصله دي ويوجدوا في الاتنين، يوجدوا في شركه المؤمنين اللي بتأهلهم لصناعه التأثير هنا، يستعلنوا ويفهموا ويدركوا ويروحوا يوم الحد الكنيسه وهم رجليهم في التأثير المادي، ويروحوا يوم الاثنين المكتب وهم متصلين بالسماء. دي مشكلة الغنوصية، ودي الكتاب المقدس ازاي بيعالجها. آخر حتة بقى واللي بتقول إنه في واحد بيبان في التاني، بيقول فإن ما لا يرى من أمور الله، يعني الأمور غير المنظورة اللي مش متشافة، أي قدراته الأزلية وألوهته، يعني حتى صفات الله وقدراته وألوهته اللي مش متشافة، ظاهرة للعيان منذ خلق العالم. ظاهرة ازاي لما هي مش متشافة؟ إذ تدركه العقول من خلال المخلوقات. يعني انت في الامور المنظوره في الماديه انت بتشوف وتترجم فيها قدره الله وازليته والوهته. ليه؟ لانه بالايمان ادركنا هذا، ان كل ما هو منظور خرج للوجود بقوه كلمه الله. عشان كده بيقول حتى ان الناس باتوا بالعذر. ايه اللي انا بحاول اقوله في الجزء الاول ده؟ هو انه انت مش عايش ما بين عالمين موجود في واحد فيهم at a time، في الوقت الواحد. انت عايش ما بين عالمين موجود فيهم هما الاتنين طول الوقت. ايه اللي بيفصلك عن واحد فيهم؟ هو ادراكك وفهمك وعدم استنارة ذهنك لهذه الحقيقة اللي انا مش جايبها من عندي، اللي مكتوبة زي ما شايفين حضراتكم بآيات وأدلة كتيرة ان احنا موجودين في الاتنين. وده بيأثر في ده. ده ربنا لما خلق، ده قدرته ظاهرة ازاي، ده احنا واحنا بنتصرف. انت هترفع عينك عن الامور المنظورة وتثبتها على الغير المنظورة، لان تثبيت عينيك على غير المنظورة وتواصل روحك مع الامور غير المنظورة هو اللي هيخليك تأثر في الامور المنظورة. مش عارف انا لحد فين آه مفهوم، او لحد فين في حد عنده اسئلة، لحد فين كم حد مش فاهم. خليني لو عندكم أسئلة أسمعها، أو إن أنا أكمل الجزء ده اللي هو مهم إن إحنا نشرحه. طيب، لو مفيش أسئلة فأنا بستنتج إنكم فاهمين. آه مما يؤدي للاستنتاج الآتي. إيه الاستنتاج الآتي بقى يا إخواتي الأعزاء؟ الاستنتاج الآتي هو المنظر الجراف ده. وأنا عارف إنه في ناس لما هتشوف الجراف ده هتقول إيه ده، أنا مش ما بحبش الحاجات دي من أيام الدراسة زمان. لكن حاولت إن أنا بشكل أو بآخر أبسط الموضوع. شكل الجراف ده بيقول إيه؟ الجراف ده أو الرسم البياني ده بيقول إنه أنت هنا إنسان، يا إما بترتبط بربنا وتبدأ رحلة تشكيلك ونضوجك ونبوك عن طريق الاتصال بالروح القدس والكينونة على صورة وطبيعة إله مملكة النور، إنك على تواصل عميق بالروح القدس اللي هو الجزء السماوي الروحي الغير منظور فيما يخص الرب الإله يهوه، الإله الحقيقي الذي هو فوق جميع الآلهة. او انك برضو زي الشخص الاخضر اللي كان في السلايد اللي قبل اللي فاتت، اللي هو ده الشخص الاخضر. مين الشخص الاخضر ده؟ هو الشخص اللي بدأ رحلته مع ربنا من الطفولة الى النضوج عن طريق
الكلمة والروح القدس وحياة التشكيل المستمرة مع إدراك الدور اللي بيلعبه في مجال الوجود المادي أو الواقع المنظور اللي هو عايش فيه. أو الشخص الأحمر الناحية التانية هو الشخص اللي عايش في العالم أو دخل في سكك شريرة من التواصلات الروحية مع كائنات ساقطة، مع خلائق ساقطة، مع أرواح شريرة، لدرجة إنه بيكون على صورة وطبيعة إله سلطان الظلم. فما بين هذا الإنسان اللي لونه أخضر وهذا الإنسان اللي لونه أحمر، مقدار تواصلك مع إله مملكة النور أو آلهة مملكة الظلمة. قد يتخض البعض من كلمة آلهة. آلهة، لأنه إبليس نفسه قد دعي إله هذا الدهر. فهذا الدهر اللي احنا عايشين فيه ما قبل الدهر الآتي اللي المسيح سوف يأتي فيه، مين الرئيس بتاعه؟ رئيس سلطان الهواء، إله هذا الدهر هو إبليس. فبمقدار توصلك، بمقدار التأثير اللي بتعمله في الواقع المادي المنظور. وهي دي أكتر حتة وأعمق حتة لدعوتنا في الشغل. أنا إيه التأثير اللي أنا بعمله؟ يعني أنا هعيش بعض الأخلاق والمبادئ اللي إحنا هنشرحها في الجزء الثاني من المحاضرة، واللي هي ما بشتمش، أمين، متميز وما إلى ذلك. هل أنا عايش ده لأن المفروض أعيش ده كناموس، أو عايش ده عشان أمجد ذاتي، ولا أنا عايش ده عشان أنا عايز أعمل تأثير في اللي حواليا، عايز أعمل تأثير في المكان، عايز أنور وأبقى ملح زي ما المسيح دعانا؟ ودي واحدة من المبادئ في المكان اللي أنا بشتغل فيه. هل أنا شايف إنه أنا ليا دعوة في المكان اللي بشتغل فيه وأنا كده كأني بتلمذ الناس اللي في المكان اللي بشتغل فيه؟ لا لا لا، إيه بتلمذ الناس دي؟ انت لخبطتنا كده. التلمذة دي عبارة عن فصول، وعبارة عن مناهج، وعبارة عن مجموعات. لا، هو بيقول تلمذوا جميع الأمم. يعني إيه تلمذوا جميع الأمم؟ روحوا وعيشوا في وسط الأمم وأثروا فيهم. الله، إيه المعنى الغريب ده؟ تعالوا فكركم بالرب يسوع لما حب يعمل 12 تلميذ، ما عادش بيهم في المجمع في مجموعات طول النهار يديهم منهج، لكن هو أكل معاهم، شرب، نام، لبس، فرح، رقص، غنى، اتنرفز، عيط، عاش كل مواقف الحياة معاهم. وبسبب حياته معاهم صنع تأثير في هذه الشخصيات. مين بقى اللي بيصنع تأثير في المجال عموما أو مجال الوجود المادي؟ هو الشخص اللي على تواصل أعلى مع الأمور الروحية بتاعت ربنا. لا، مش بس بتاعت ربنا، لكن بتاعت إبليس كمان. فهتشوفوا في الرسم البياني ده 4 مناطق. المنطقة دي المنطقة دي هم أولاد ربنا الحلوين، الأمامير الجمال، اللي بيروحوا الكنيسة وبيعملوا كل حاجة في الكنيسة وبيخدموا ربنا في الكنيسة وبيمجدوا ربنا في الكنيسة وعلى تواصل بالأمور الروحية في الكنيسة. بس جوه الكنيسة والعالم المادي ده عالم وحش ساقط، احنا ملناش دعوة بيه. وغالبا الطفولة والسطحية دي بتخلي مقدار التأثير قليل. لكن في ناس حصل عندهم ادراك بسبب تشكيل روحي كبير. وانا عايز اقول لكم ان التعليم اللي بقوله لكم ده مش جديد، لكن ده كان تعليم عند الاباء قبل كده موجود، وده اساس حتى التعليم الرهباني. وهنشوف كمان شويه ازاي الرهبان فهموا الكلام ده او الاباء فهموا الكلام ده، اباء الكنيسه دول. فالشخص اللي عنده تواصل مع الروح القدس كبير عميق قادر يصنع تأثير. ده هو قادر يصنع تأثير في الواقع المادي كبير في اللي موجودين حواليه. ده كلام حلو. لكن الكلام الموجع الناحية التانية، ان في شخص الشارع الطبيعي اللي ملوش علاقة بربنا، والشخص اللي بيأدي الفروض بتاعته وضميره مرتاح، الموظف الجميل الطبيعي اللزوز الحبوب اللي بيروح شغله ويرجع الساعة 2 يخلص بالبطيخة تحت باطه والجرنان، يروح يتغدى وينام، يصحى يرازي في الولية، ينزل يقعد على القهوة، يرجع ينام تاني عشان يعمل يومه عادي. ده لا يصنع تأثير في الواقع المادي.
لكن وهنا بقى النقطة اللي هتخض بعض الناس، في ناس لها تواصلات مع قوة روحية شريرة حقيقية، مع عرافة، مع سحر. وزي ما سفر التثنية كان دايما يحذر شعب إسرائيل: إياكم والهامسين والمشقشقين وقاسموا النجوم وقاسموا السماء والمنجمين. ليه؟ مش هم دول اللي احنا بنقول عليهم النهارده كذابين؟ بصراحه في فئتين من الناس دي. في فئه اللي هي بتاعت الفيسبوك، اللي هي جلب الحبيب واكل الزبيب وتعالي اعمل لك العمل الذي وقعه في حبك، وفي منهم نصابين كتير. لكن في منهم فئه حقيقيه على تواصلات مع ارواح شريره، وبسبب هذه التواصلات الناس دي ليها تأثير كبير قوي في الواقع المادي، وليها تأثير قوي في مجالات العمل المختلفة. فهتلاقوا ناس من دول في السياسة، تلاقوا ناس في الاقتصاد، تلاقوا ناس في الفنون، تلاقوا ناس في الرياضة، هتلاقوا ناس في الصحة، هتلاقوا ناس في الزراعة، هتلاقوا ناس في التعليم. في كل المجالات في الناس اللي عندها التواصلات دي، وبالتالي بتصنع تأثيرات في الواقع المادي. وولاد ربنا سابوا الملعب لأبناء الظلمة اللي صاروا أحكم من أبناء النور. ولاد ربنا قعدوا في الحتة دي، استخبوا كده جوه الكنايس، أمامير حلوين مستحميين بيصلوا جوه الكنايس، وسابوا مرتع الوجود المادي، أو سابوا مجال الوجود المادي مرتع لإبليس. ليه؟ لأن دي الحتة الشريرة اللي باين فيها الشر. ما هو طبعا هي دي الحتة اللي باين فيها الشر، وهي دي الحتة اللي مترجم فيها الشر، لأن دول فهموها وصاروا أحكم من أبناء النور اللي ما فهموهاش بالشكل اللي المفروض يصنعوا بيه تأثير في الواقع المادي. معرفش كم حد تاه مني، كم حد بيتابع اللي أنا بقوله، كم حد بيستنير، كم حد معترض، كم حد مش موافق على اللي بيسمعه. أنا مش بطالب حضرتك أو حضرتك إنك توافق من أول مرة، أو يعني تبقى مقتنع من أول مرة. أنا بطالبك إنك تسمع الكلام ده، تاخده، تفحصه، تمتحنه، تجرب. هومورك. لو حابين تعرفوا ان هل في ناس فعلا بتروح ورا عرافين عشان تاخد سلطان على المجالات، يعني هنجيب من جوه الكتاب ومن بره الكتاب. من جوه الكتاب هفكركم بملك ايام دانيال اسمه نبوخذ نصر. لما حلم، فاكرين هو جمع مين لتفسير الحلم؟ جمع المنجمين والعرافين والسحرة والكلدانيين عشان يفسروا الحلم. وهل الناس دي كانت ناس من اللي هي بتاعت أكل الحبيب، جلب الحبيب والكلام ده؟ لا، لأن الناس دي كانت ناس متخصصة في السحر والعرافة والتعامل مع أرواح شريرة، شبه سحرة فرعون اللي موسى وقف قدامهم. هما مش بخفة يد حولوا العصيان لتعابين، لكن هما بقوة شريرة عملوا ده فعلا. فاللي أنا عايز أقوله إن هذه القوة الشريرة لها تأثير، تصنع في الوجود المادي شر حقيقي. دي مشكلة كبيرة. فإحنا رايحين الشغل نعمل إيه بقى؟ رايحين نعيش مؤدبين حلوين لطاف، ما بنكذبش، ما بنحلفش، ما بنشتمش؟ نو. دي النتيجة. لأن إحنا رايحين نصنع تأثير، بل وخلينا نستخدم الكلمة الأكبر: نمد ملكوت الله. وده اللي الرب يسوع قاله في متى 6: اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. وكلمه اطلبوا مش معناها صلوا، لكن اطلبوا في الايه دي معناها ابحثوا عن، سيك فور، دوروا على حتت الوجود المادي اللي محتاج ملكوت الله يمتد فيها، ومدوا الملكوت فيها. هنمده ازاي؟ هناخد نبذ يعني وايات ونوزعها على الناس ونقول لهم تعالوا صلوا معانا؟ لا. ويمكن ده هيبان اكتر في بعض الممارسات اللي هنشرحها، لكن بالحياه وبطريقه الحياه اللي هتعيشوها وانتم عندكم الادراك ده، مش هتعيشوها على سبيل الناموس والوصيه، لكن بتعيشوا بادراك. نتيجه الادراك ونتيجه الايمان ده، انتوا هتغيروا الواقع، الوجود المادي. هي دي بصراحة القضية اللي أنا كنت بكلمكم عليها. يعيش كثير من المؤمنين بانفصام خفي، اللي هي الازدواجية. الكنيسة والصلاة أمر مقدس، أما المكتب والمصنع والسوق فده حاجة دنيوية لا شأن لله به. وهذه الثنائية ليست كتابية زي ما قلت لكم، لكن وثنية الجذور قسمت العالم إلى أرض للآلهة وأرض للبشر، حتة مقدسة وحتة مش مقدسة. الرسالة اللي أنا عايز أقفل بيها الجزء الأول قبل الدخول
للقسم الثاني او بقيه لاهوت العمل، هو ان سوق العمل ليس منطقه خارج ملكوت الله، مش ملكوت الله بس جوه الكنيسه وسوق العمل، لا، لكن سوق العمل هو جزء متضمن جوه ملكوت الله، وربنا عايزنا نروح لافتداء هذا السوق. بل هو مسبح يومي وميدان للشهاده. المؤمن لا يترك ايمانه عند باب العمل، بل يحمل العمل نفسه الى محضر الله. ويمكن انا كتبت الجمله دي قبل ما ادخل على الفيسبوك. احنا مش بنفصل يوم الاحد عن يوم الاثنين، لكن احنا بنحمل مذبح يوم الاحد الى مكتبنا يوم الاثنين. ليه؟ لانه العمل امر مقدس عند ربنا. وده مدخلي للجزء او بقيه الجزء الاول من المحاضره دي عن لاهوت العمل او فهمنا للاهوت العمل. ال 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 الرب يسوع في يوحنا 5:17 كان بيقول كده. او قبل ما اتطرق للحته دي خليني اسالكم بعض الاسئله آه، الهزليه شويه، او يعني الافتراضيه. ما اعرفش كم حد فيكم جات له الفكره دي قبل كده، انه ادم قبل السقوط في جنه عدن كان قاعد ما وراهوش حاجه، قاعد فاضي، آه، قاعد بياكل ويشرب وينام، يصحى ياكل شويه فاكهه حلوين وخضار حلوين من الشجر، يعطش يقوم شارب من اي نهر، وبعدين يقعد يسمي حيوانين ثلاثة كده، فيتعب يقوم نايم، يصحى كده جعان يقوم واكل وشارب ويرجع ينام تاني. ما اعرفش كم حد عنده التصور ده. مرة كنت بشرح محاضرة شبه كده في مكان، فلقيت حد رد عليا قال لي امال هو كان بيعمل غير كده؟ طبعا 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 ده تصور قاصر جدا عن طبيعة وجود آدم في جنة عدن. ليه قاصر جدا؟ لأنه الجوب ديسكريبشن أو التوصيف الوظيفي الأول اللي الله اداه الإنسان موجود في تكوين واحد من قبل السقوط، في تكوين ثلاثة بيقول وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ليه عملته على صورتك كشبهك؟ عشان أوفاه. ده يكون سبب للآتي. ايه السبب اللي انت عملت عشانه الانسان على صورتك كشبهك؟ يتسلطون على سمك البحر وطير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض. يعني بلغة النهاردة بتاعت الاقتصاد، ان انا خلقت لهم موارد واديتهم موارد، الحيوان والطير والسمك، وانا عايزه يتسلط على الموارد دي. وهنا هنشرح معنى التسلط في المبادئ بتاعت الجزء الثاني. طب ادي التصميم. ربنا بقى نفذ التصميم ده ازاي؟ فخلق الله الانسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وانثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم اعملوا ايه بقى؟ اثمروا واكثروا واملأوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض. الله، ايه ده؟ هو ده شغل ربنا بيكلف بيه الانسان؟ هو ده عمل ربنا بيكلف بيه الإنسان؟ هو ده اللي اترجم في الآية دي لما بيقول وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. إيه ده؟ يعني آدم في جنة عدن ما كانش بياكل ويشرب وينام ويسمي حيوانات، لكن كان عنده شغل يعمله. تخيلوا بقى ان كان عنده شغل لدرجة انه في تكوين اصحاح 2 قبل السقوط برضو عدد 5 يقول كده انه هذه مبادئ السماوات والارض حين خلقت. يعني بيقول برضو تقدروا، انا ما حطيتش الايه دي في البرزنتيشن بس تقدروا تفتحوها. يعني بيقول دي الانيشيالز. ربنا لما خلق العشب والاشجار ما خلقهوش في صوره النمو المكتمله، ربنا خلقه على هيئه براعم صغيره. هو الكتاب بيقول كده هذه مبادئ يعني الانيشيالز، مبادئ السماوات والارض حين خلقت. بيكمل في تكوين 2:5 بيقول إذ لم يكن بعد شجر البرية قد أنبت ولا عشب الأرض. الله، ده احنا عدينا في 6 أيام في الخلق في تكوين واحد، ورأى الله حسنا جدا. بس تكوين 2:5 يقول لك الشجر ما كانش لسه طلع ولا العشب كان لسه نمى. ليه؟
إذ لم يكن الرب قد أمطر على الأرض بعد. بص بقى الحتة الجاية: ولم يكن إنسان ليعملها. أوه، كل ده قبل السقوط بتاع تكوين 3. يعني الشغل هو تكليف إلهي وجزء من تصميمنا من قبل السقوط. اه، يعني لو قلت لك سؤال جدلي فرضي، انا من دلوقتي مش في السؤال ده، مش تعليم لاهوتي، انا هفترض معاك ان السماء الجديده والارض الجديده الابديه بتاعتنا مع ربنا هيبقى فيها شغل، هيبقى فيها ادوار هنقوم بيها. دي حاجه تضايقني ولا حاجه تبسطني؟ طبعا قبل ما اقول الكلام ده، لو انا قلت لكم يا جماعه ايه رايكم السماوات الجديدة والأرض الجديدة الأبدية هيبقى فيها شغل، أكيد معظمنا هيقول يا دي القرف، يا دي الهم، يا دي المصيبة السوداء. هو احنا مش خلصنا بقى من الشغل والتعب وقرفه؟ ليه احنا اتضايقنا المضايقة دي؟ وليه انتابنا هذا القرف؟ انتابنا هذا القرف واتضايقنا المضايقة دي لأنه احنا رابطين ما بين الشغل وما بين التعب. يعني ايه ما بين الشغل وما بين التعب؟ انا بحاول ادور على السلايد اللي فيها الحتة دي قبل ما تيجي. um, anyway، ممكن نرجع لها تاني لو جت في سكتنا، لكن خلينا اشرحها لكم. النهارده في تكوين 3 بعد السقوط في ارتباط حصل ما بين الشغل وما بين التعب. لما الرب قال لآدم قال له كده: انت الاول في الجنة انت كنت بتشتغل وبتلاقي الاكل، ما كنتش بتتعب في انك تلاقي الاكل. لانك كنت بتشتغل لانك بتتمم دعوتك والتصميم اللي صممتك عليه. انا صممتك تصميم ودعيتك دعوة انك تتسلط وتدير الموارد اللي اديتها لك، وتثمر وتكثر وتشغل الموارد دي وتخضعها وتعمل لها إدارة. وكنت بتلاقي الأكل. بعد السقوط المشكلة اللي هتحصل إن الأكل هيرتبط بالشغل، والشغل هتعمله تعب. فبيقول له كده: من عرق وجهك تأكل خبزك، وإنك هتتعب وتفلح الأرض وتزرعها، ولا تعطيك قوتها، لكن شوكا وحسكا تنبت لك. فين اللي مضايقنا في الشغل؟ مش مبدأ الشغل، لأن ده مبدأ إلهي في تصميم الإنسان. لكن أوجعنا في الشغل هو بسبب السقوط، لما ارتبط الشغل بإنه من غير شغل أنا مش هاكل، أنا هاكل من عرق وجهي، وإن أنا هشتغل بالتعب. فالتعب أصبح ملازم للعمل. لكن العمل في حد ذاته أمر مقدس جدا، للدرجة اللي زي ما انتم شايفين في الآية اللي فوق رب يسوع يقول: أبي يعمل. حتى الآن الآب بيعمل. لو كان العمل حاجة شر أو مقرفة كانش الآب هيعمل. وأنا أعمل والابن يعمل. والآب بيعمل وهيبطل عمل في الأبدية؟ لا، الآب بيعمل منذ الأزل، عمل في الخلق، يعمل إلى الآن وسيظل يعمل. وإن كان هذا هو تكوين الله الذي يعمل باستمرار، وإحنا اتخلقنا على صورته كشبهه، فإحنا بالطبيعة بالتصميم كائنات تعمل في جنة عدن قبل السقوط، وتعمل بعد السقوط. وهسيب لكم بقى تقدير براحتكم إن كان هيكون لينا عمل في الأبدية في السماوات الجديدة والأرض الجديدة ولا لأ. أنا بصراحة شخصيا ما بيستهوينيش اللاهوت الشعبي اللي بيقول إن إحنا في الأبدية هنقعد نمسك قيثارات ونرنم طول النهار والليل. يعني أنا بصراحة فحصت الكتاب المقدس ما لقيتش هذا اللاهوت، لكنه لاهوت شعبي قايم على بعض التشجيعات والوعظ اللي من أساس كتابي. واللي عنده الأساس الكتابي يا ريت بعد ما نخلص يبقى يشاركني بيه. لكن دي حاجة ملهاش أي أساس كتابي إن إحنا هنقعد نمسك قصة طول النهار ونسبح ربنا. غالبا اللي نشر القصة دي بعد قادة التسبيح، اللي أنا واحد منهم يعني، عشان يحمس الناس ويسخنها إن هم يرنموا لما بيقول لهم ده دي الشغلانة اللي هنعملها في الأبدية، فيلا تحمسوا وقوموا رنموا. دي حركة طبعا يعني ينتابها نوع من أنواع لا داعي للذكر يعني. لكن
دي مش حقيقة. برضو أنا لا أطالب حضرتك وحضرتك إنك تصدق فجأة اللي أنا بقوله، لكن أدعوك إنك تبحث. آه في بيشو بيقول تاني، أنا معرفش تاني دي تقصد بيها إيه يا بيشو، بس أستنتج يعني إن في عمل في الأبدية، فهو ده اللي أنت قصدك بيه تاني. ممكن لو أنا استنتاجي في محله، أو لو عندك إضافة عايز تقولها، اتفضل قول. أوكي. فربما ده يكون قصد بيشو، هو كاتب في الكومنت تاني. ليه بيشو كتب ده لو انا فهمت صح يعني؟ لانه زي ما قلت لكم المشكله مش في العمل، المشكله في ارتباط العمل بالتعب في هذا بالضبط. هو ده كان رد فعلي على ان في شغل في الابديه. اشكرك يا بيشو، يبقى انا استنتجتك صح. بيشو او غير بيشو، انا مش بدعوكم زي ما قلت لكم انكم تصدقوا فجاه اللي انا بقوله. روحوا افحصوا ودوروا وشوفوا منطقيه ده وتناسقوا مع كلمه الله عامل ازاي. أتمنى إن نبقى النهاردة قادرين نفصل ما بين العمل وقدسية العمل الذي هو في طبيعة الله، وإحنا مخلوقين على صورته فإحنا كائنات عاملة كمان، وما بين ما لحق العمل بعد السقوط من تعب وارتباطه بإن أنا هاكل لما أشتغل بالتعب. في الدهر الآتي، في الحياة الآتية، مكتوب كده: لا تعب ولا أحزان ولا دموع. فهيرجع يتشال التعب والأحزان. فأنا هسيب لكم السؤال: هل لو اتشال التعب والوجع والحزن والأنين من ال... الهندسة الإلهية اللي صمم بيها الإنسان إنه كائن عامل، هل هيظل العمل أمر آه مقرف، أمر بايخ، أمر وحش؟ أسيب السؤال ده لحضراتكم تجاوبوه بينكم وبين نفسكم، وده اللي يمكن هياخدني دلوقتي للاهوت العمل قبل المبادئ. انا مش عارف احنا ميعادنا لغايه 9 ولا 9 ونص. آه، لو حد من الناس المسؤولين يقدر يقول لي، عشان احاول اظبط وقتي يعني. في لاهوت العمل، آه، احب اقول الايه اللي انا بحبها قوي في تكوين 2:15، الكتاب المقدس بيقول فيها الآتي: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. كلمة يعملها جاية من فعل عبري اسمه عذاد. فعل عبري اسمه عذاد. وكلمة عذاد بالعبري اللي هي مكتوبة قدامكم دي، عين ب د، هي شبه بالعربي عبدا. فكلمة عذاد بالعبري هي عبدا. عفا ده بالعبري هي عبدة بالعربي. فكلمة عفاد وشومير، لعفدافا ليشمرا ليعملها ويحفظها، هم نفس الكلمتين اللي استخدموا في وصف خدمة اللاويين الكهنوتية في المسكن أو في خيمة الاجتماع. وكلمة عفاد دي في العبري بتعني العمل والعبادة والخدمة. فالعمل في الفكر الكتابي صورة من العبادة. الله! يعني كلمة العمل عبادة اللي احنا بننتقدها في منابرنا وكنايسنا وبنوصف بيها الآخر، دي طلعت مكتوبة عندنا. تخيلوا انها طلعت مكتوبة عندنا. تخيلوا ان كلمة يعملها في العبري لعبده، ليعبد. لدرجة ان انا قلت لكم ان انا هوريكم تحليل لغوي للكتاب، وهوريكم كمان بعد ابائي الاباء اتكلموا بيه. رأى الاباء، شافوا كده في الفردوس انه كأنه هيكلا، فهم وصفوا الفردوس بانه ده هيكل. طب وادم في الهيكل هيعمل ايه؟ انه كاهن بيكهن. لانه نفس كلمه عباده اللي استخدمت ان ادم يعمل الجنه، هي اللي استخدمت لوصف شغل اللاويين الكهنوتي في خيمه الاجتماع. فالاباء الكنيسه الاولى، الاباء الشرقيين، شافوا كده ان وكأن جنة عدن هيكل كبير، وعمل آدم فيها هو عمل كهنوتي بيقوم بيه. فالعمل خدمة لتروجية للخليقة، مش عقوبة وقعت على الإنسان. الله! أمال إيه العقوبة اللي وقعت على الإنسان؟ العقوبة اللي وقعت على الإنسان هو التعب والكد
وإنه الأرض هتنتج له شوك وحسد بسبب اللعنة اللي حلت على الأرض بسبب خطية وسقوط الإنسان. قد يتبادر لبعضنا برضه هذه الفكرة الحمقاء إن الرهبان قاعدين في الأديرة ما بيعملوش حاجة في حياتهم غير إن هم قاعدين يصلوا. ده طبعا مش كلام مظبوط. إن الفكرة دي اتبنت عليها الحياة الرهبانية الأصلية، الحياة القبطية الرهبانية الأصلية. العمل اليدوي عبادة موازية للصلاة لا انقطاع عنها. فتلاقوا الرهبان الحقيقيين اللي فاهمين هم الرهبان اللي بيصلوا وبيشتغلوا. هتلاقوا في الأديرة في إنتاج زراعة وصناعة وحرف ومهن. هو بيئة متكاملة ما بين الصلاة وما بين العمل في نفس الوقت. مين بقى في الحتتين دول مقدس، الصلاة والعمل؟ هما الاتنين خدمة ليتروجية. فأنا بحاول أغطي الموضوع كتابيا ولغويا لتحليل بعض الأمور زائد البعد الآبائي للدرجة اللي بنشوف بيها مثالنا الأعظم الرب يسوع. زي ما كنت بقول لكم بيقول أبي يعمل وأنا أعمل حتى الآن. وكان يسوع ليه شغلانه، اليس هذا هو النجار ابن مريم؟ واحب افكر حضراتكم انه في عمر يسوع اللي كان عايشه على الارض 33 سنه، 30 سنه منهم نجار، وثلاث سنين منهم، اسمعوا الجمله الجايه دي، مش خادم لكن يعمل كارز متجول. قال له يعني هو كان بيخدم في دول ولا في دول؟ هو بيخدم في الاثنين وبيعمل في الاثنين. ففي ال 30 سنة يعمل نجار، في الثلاث سنين يعمل كارز متجول، في ال 30 سنة بيخدم في مهنة النجارة، وفي الثلاث سنين بيخدم في مهنة الكارز المتجول. يعني ايه يا حسام اللي انت بتقوله ده؟ يعني كل عمل هو خدمة مقدمة، بس ركزوا في الحتة الجاية دي بقى، مقدمة لإله من الآلهة. مش لازم يبقى الرب يهوى دايما. أي عمل أنا بعمله في أي حتة هو خدمة، وهو ذبيحة، وهو لتروجية، بس مش دايما مقدمة للرب الإله. زي ما وريتكم الجراف اللي أنا فرجتكم عليه، مش لازم تبقى موجهة للرب الإله دايما، ممكن تبقى موجهة لآلهة أخرى، لخلائق شريرة أخرى. دي بقى المشكلة. في لفظ النجار المكتوب عن يسوع لفظ يوناني اسمه تكتون. تكتون مش معناها نجار وخلاص يعني حرفي، لكن صانع ماهر بالخشب والبناء، مش مجرد عامل بسيط. يعني عامل، كلمة تكتون اللي استخدمت يعني حرفي ماهر، مش مجرد نجار. وده اللي انا كنت بقول لكم ان ابن الله قضى نحو 30 عاما في ورشه لا في هيكل. فالعمل المهني ليس تاجيلا لدعوته، يعني هو مش اشتغل وبعدين تمم دعوته في 3 سنين. المسيح يوم ما وقف قدام الاب في يوحنا 17 قال له العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. كان يقصد ال3 سنين ولا ال 33 سنه؟ فال3 سنين مش هي دعوه المسيح بس، لكن ال 33 سنه كلها هي دعوه المسيح وجزء من حياته المكرسه. وده اللي كان بيعلمه يوحنا القديس يوحنا ذبي الفم. هو بيقول ان العمل الشريف كرامه لا عار. وبيضرب مثل باكتر واحد نشر المسيحيه، يعني مع احترامي الشديد جدا لكل الرسل للرب يسوع اللي معظمهم قعد في كنيسه اورشليم، ما كانش ليهم تاثير كبير قوي زي بولس اللي كان بيشتغل. وبولس برضو احنا بناخد فكره عنه وحشه غلط، انه هو كان بيشتغل له ساعتين ثلاثه كده في الخيام. لا، بولس في رساله كولوس يقول ان احنا اشتغلنا بايدينا وعملنا ليلا نهارا. يعني وظيفه بولس اللي من 9 ل 5 انه كان صانع خيام، ومن بعد 5 كان بيعمل كل اللي بيعمله في زراعه الكنائس. مين اكتر واحد نشر وزرع كنائس، بولس ولا الرسل اللي قاعدين في كنيسه اورشليم؟ لا شك من جاب السؤال ده مش محتاج تفكير كتير قوي. لدرجه ان في تقليد قبطي عند الآباء بيقول كده إن مهنة النجار والصياد صارت مدرسة للملكوت. مهنة النجار بتاعت يسوع ومهنة الصياد بتاعت التلاميذ كانت هي مدرسة للملكوت في نشر ملكوت الله. بولس في رسالة تسالونيكي بيقول الكلام ده، إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. ليه بولس كان بيقول الكلام ده في رسالة تسالونيكي؟
لانه شاع في كنيسه سالونيكي بعض الممارسات الغير لائقه، من انه ناس كانت عايشه عوالة على ناس، انه احنا هنخدم ربنا، احنا هن آه، هن لما حد يزعل يعني هيبقى اسمنا تفرغنا للخدمه وقاعدين فاضيين ما بنعملش حاجه. آه، وعايزين بقى الناس اللي حوالينا تاكلنا يعني. فبولس قال لهم انتوا كده بتسلكوا بلا ترتيب، وبصوا لنا. ودي الحته اللي قال فيها كنا نعمل بنهارا وليلا لكي لا نثقل على احد منكم. ووصوا الاخوه دول انهم يسلكوا بترتيب ويشتغلوا بايديهم ويعيشوا حياتهم هادئه هادئه، يعني ما يمدوش ايديهم لحد لكن يشتغلوا بترتيب. ولو حد منكم مش عايز يشتغل وعايز يستنطع، انا اسف في اللفظ، ويعيش عوالة على اللي حواليه، فده مش من حقه ياكل بصراحه. الجزء ده المبدأ الرسولي هنا انه بولس حط قاعدة حاسمة ضد الكسل وربط الاكل بالعمل. فالبطالة ليست فضيلة روحية بل باب للفوضى، لدرجة انه وصف الكلام ده بانه دي فوضى، دي دي قلة احترام. طبعا ده حاجة من أقوال بعض الآباء، بس يعني ده يعني قول مش حقيقي، لكن قول تصويري شوية. بيقول الراهب العامل يحاربه شيطان واحد، وأما البطال اللي مش عامل فيحاربه ألف شيطان. طبعا وما حدش عد عدد الشياطين اللي بتحاربه ولا حاجة، لكن ده قول تصويري شوية للي قاعد بدون عمل، واللي او البطال واللي بيعمل. لدرجه قصه كتابيه كلنا عارفينها، يوم ما كان في زمن خروج الملوك وداود قعد في القصر على سطح القصر، كلنا عارفين ايه الخطيه اللي وقع فيها داود، لانه رجع عن العمل وقرر انه مش يرتاح لانه تعبان، انه يبطل عن العمل. آم، انا كده خلصت الجزء الاول الساعه 9:10. انا عارف ان انا قدامي تلت ساعه بس عشان ادخل على القسم الثاني بتاع 8 مبادئ. احب اسيبهم معاكم. ال8 مبادئ بصراحه مش ناوي اخد فيهم وقت كبير، لان انا المهم بالنسبه لي كان قبل ما احكي لكم عن المبادئ اللي زي ما قلت لكم في بدايه المحاضره، انتوا هتكونوا 8 مبادئ دلوقتي، لكن لو قفلنا المحاضره انتوا ممكن تخلوهم 9 و10 و11 و20 مبدأ كمان. فانا مش فارق معايا مبادئ قد ما كان فارق معايا ان احنا نفهم لاهوت العمل وطبيعه العمل، وازاي ان العمل عباده. وده هيكون اول مبدا احنا هنتكلم فيه في الجزء الثاني من المحاضره. وان ازاي الله يهمه العمل، وان العمل جزء من تصميم الانسان، واحنا خارجين عشان نعمل، عشان نصنع تاثير. زي ما بيقول في اشعياء كده، يدعونك مرمم الثغر، انا بعتك للخرب القديمه تنظفها. خرب بالبلدي يعني خرابات. هل الحد هنا في المصالح اللي شغال فيها او المصانع او الشركات فيها خرابات، فيها فساد؟ انت وجودك مش عشان تبقى انسان مؤدب ومحترم زي ما كنت بقول، لكن وجودك عشان يصنع تأثير في هذا المكان. هل هذا سيقابل بالترحاب؟ الإجابة النموذجية لا، ده يقابل بالترحاب. قبل ما ادخل على الجزء الثاني، احب اسمع لو في حد من حضراتكم عنده اي سؤال. آه، احنا خلصنا 9:30 عشان ناخد. اوكي، لو حد عنده اي سؤال يكتبه. لو انتوا مش عارفين تتكلموا او المايكات مش بتفتح، انا مش عارف، لكن لو حد عنده اي سؤال ممكن يكتبه في الشات، وانا هقرا الاسئله وربنا يدينا نعمه في اجابتها. اوكي، ايه الجزء الثاني اللي انا عايز اشرحه في المبادئ؟ ممكن نسخه PDF؟ ده طلب مش سؤال. حاضر يا دانيال، انا هبعت النسخة دي لريهام، وهي بنعمة ربنا تعملها فورورد ليكم. حاضر، تحت أمرك. آم، ايه المبادئ ال8 اللي أنا عايز أتكلم عليها، واللي زي ما قلت لكم أنتوا ممكن تزودوها لأي عدد أنتوا عايزينه. المبادئ ال8، أول مبدأ هو إن العمل عبادة. بصراحة العمل عبادة. العبادة مش بس العمل. الترنيم عبادة. العبادة مش بس الترنيم. الصلاة عبادة. العبادة مش بس الصلاة. حد فهم أنا عايز أقول إيه؟ يعني العمل، التسبيح، الصلاة،
كل دول اشكال من اشكال العباده. فالعمل عباده، التسبيح عباده، الصلاه عباده، شركه المؤمنين عباده، الإفخارستية أو كسر الخبز أو الميدة عبادة، التعليم والوعظ عبادة. فكل دول عبادة. فالعبادة هو أمر يشمل الحياة من أول ما سعادتك بتفتح عينك الصبح. تربية الأولاد وحياتك في البيت هي عبادة وليتروجية. ف ف ف فالعبادة هو كل اللي حضرتك بتعمله كذبيحة تقدمها لإله من الآلهة على مدار اليوم، من أول ما بتصحى لغاية ما بتنام. بيشو بيقول ازاي ممكن نتعامل مع بيئة العمل اللي مش مريحة واللي بتشكل نوع من الضغط اليومي المستمر من غير ما اتغير واتخلى عن المبادئ اللي هنتكلم عنها دلوقتي. ده سؤال هايل جدا يا بيشو، واجابتي عليك هتتمثل في شخصية دانيال. آم، بص يا بيشو، انت سؤالك بيوصف الطبيعي. بمعنى لو انت النهارده بتدور على بيئة عمل ما فيهاش مشاكل ومريحة، فانت غالبا بتدور على مدينة افلاطون الفاضلة. طب خلاص بقى اروح اشتغل بقى في هيئه مسيحيه ولا في كنيسه فيها اللانيال واباب عن الشركات اللي بره. كل الاماكن اللي في الدنيا مش مريحه وفيها ضغط. فلو انت بتسعى بتفكيرك انك تبحث عن المكان المريح اللي ما فيهوش مشاكل او ضغط يومي، غالبا يا بيشو انت بتسعى للبحث عن مدينه افلاطون الفاضله، اللي هي بتوازي عندنا اورشليم السماويه، السماء الجديده والارض الجديده. لكن طول ما احنا في العالم ده بيشو، المسيح وعد وقال كده، وعد وقال في العالم سيكون لكم ضيق يا جماعه. فما فيش بيئه عمل مريحه، ما فيش بيئه عمل ما فيهاش ضغط يومي. ازاي نعيش بقى بيئه العمل ده؟ هو ده اللي انا كنت بحاول اركز عليه في الجزء الاولاني، انه لما يتغير ادراكك ومنظورك ورؤيتك لطبيعه شغلك ووجودك، ده اللي هيمكنك بايمان تعيش الحاجات دي. يعني لما طريقة تفكيرك انت صاحي الصبح قرفان من الدنيا وبتسب وتلعن في الحياة وفي الناس، وانت امتى تخلص عشان تغور من وشوش الناس دي، لو ده منطقك وادراكك في ذهابك الى العمل، مش هتعرف تعيش المبادئ وهتتخلى عنها. ايه اللي يخليك تعيش المبادئ؟ من أرضية فهم، وإنك رايح عشان تأثر، وإنك رايح عشان تمد ملكوت أبوك اللي أرسلك في العمل. زي ما الآب أرسل الابن بدعوة الخلاص، كمان الآب أرسلنا، والمسيح قال كده: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فزي ما الآب أرسل الابن، المسيح بيرسلنا. وكلمة إرسالية مش معناها إنك تاخد شنطتك على ظهرك وتسافر مدغشقر عشان تبشر بالإنجيل، لكن كل واحد فينا مرسل في المكان. لو حصل جواك يا بيشو وجوه ذهنك هذا الإدراك وهذه الاستنارة وهذا الفهم، وغير من منظورك اللي انت بتبص بيه على العالم، النضاره اللي انت بتبص بيها على العالم، لو ده اتغير في الحته دي، تقدر تعيش المبادئ. زي ببساطه، انت امتى تقدر تخس ويبقى ليك صحه جيده؟ لو منظورك عن الرياضه اتغير، لما تفهم ان الرياضه ضروره لبناء جسمك والحفاظ عليه، ما هياش حاجه غصب عنك لازم تعملها. لما الانسان بيتغير منظوره وإدراكه ناحية الحاجة، بيتغير طبيعة عيشته وتعامله مع الحاجة. أتمنى أكون جاوبتك يا بيشو على السؤال بتاعك. 3 سنين ونص بحاول أقول لنفسي إن ربنا حطني ده هاني في بيئة العمل دي عشان أكون ملح ونور بالظبط يا هاني، وده واحد من المبادئ اللي هنتكلم عليها. بس مفيش حاجة اتغيرت ولا حتى في ملامح للتغيير في الناس. بالعكس، أنا اللي ابتديت أحس بإحباط وإني فاشل وماليش دور، لدرجة جالي اكتئاب وكرهت الشغل والبلد واليوم اللي أنا دخلت فيه البلد دي. ده روح أيوب حل عليك خالص يا هاني. بص، آم، ربنا دعينا إن احنا نكون أمنا في الدور اللي بنلعبه، احنا مش مسؤولين عن النتائج. وقد تحدث نتائج انت ما تشوفهاش. يعني بولس الرسول بيقول كده: انا بحطيت البذره وابولس سقى، بس ربما ما نشوفش الحاجه اللي الله بينميها. يقول: انا زرعت وابولس سقى والله ينمي. يعني هنتحط في مواقف يا هاني
في حياتنا، انت هتعمل الدور اللي عليك. ربنا طالب منك امانه في تتميم الدور بتاعك، مش طالب منك امانه في النتائج. النتائج دي بتاعته مش بتاعتك انت. انت بتاعتك انك تعيش امين بحسب الدعوه اللي ربنا اداها لك، وانك تكون نور وملح. شكل التغيير قد يحدث وانت ما تشوفوش. قد يحصل تغيير في حياه ناس وما تجيش تقول لك. او قد يحدث بعد كده ان حد يتحط في موقف يفتكر تعامل معاك معين، فتبدا حياته تتغير. انت مش شرط انك تشوف النتائج، وانت مش مسؤول عن النتائج. ده اللي احيانا يسبب احباط، وده اللي حصل مع ايليا. فعادي ممكن احيانا يجي لنا احباط، لكن مش هنخلي الاحباط يوصلنا لدرجه الاكتئاب. هنا لازم نرجع عن هذا الاحباط. دانيال بيقول: كيف توازن بين العمل والخدمه؟ ده السؤال اللي محتاجين نكسره النهارده في مكان العمل، موقع وظيفه حساس شويه، وفي الكنيسه ايضا. السؤال ده احنا محتاجين ندمره يا دانيال بقى. ليه عايزين ندمره يا دانيال؟ عشان احنا مش عايزين نفصل ما بين العمل والخدمه. ما هي دي الغنوصيه. ده اللي انا كنت بشرحه في بدايه المحاضره. مفيش حاجه اسمها عمل وخدمه. في ان كل عمل بعمله انا بخدم فيه. يعني دلوقتي وانا بشرح، انا دلوقتي بخدم ولا بعمل؟ انا بعمل عمل معلم وبخدم ربنا. طب الصبح لما كنت في الشركه، انا بعمل ولا بخدم؟ انا بعمل عمل التكنولوجي اللي انا بشتغل فيها وبخدم ربنا. وده اللي بولس قاله، وهنشوفه كمان شويه من ضمن المبادئ. ازاي ان بولس بيقول: ايها العبيد اطيعوا سادتكم في كل شيء، لا بخدمه العين كمن يرضي الناس، يعني مش عشان بيراقبوك وتسمعوا كلامهم، بل ببساطه قلب خائفين الرب، عالمين انكم تاخذون جزاء الميراث من المسيح. بص الجمله الجايه ده: لانكم تخدمون الرب. الله. ولا انت قصدك يا بولس كأنكم تخدمون الرب؟ لا، انا مش قصدي كأنكم تخدمون الرب. انا قصدي انك وانت في شغلك بتهتم بشغلك بأمانة، انت بتخدم الرب. كم واحد فيكم سأل نفسه: يا رب انت عايزني اخدمك ازاي؟ وهو بيسأل السؤال ده كان متخيل ربنا هيقول له: انا عايزك تقود تسبيح، عايزك تعلم، عايزك توعظ، عايزك تقود اجتماع اعدادي، وهو دي بس وسيلة خدمة الرب. آسف يا حبايبي، دي مش بس وسيلة خدمة الرب. لانك انت لو هتعتمد على دي خدمه الرب، فانت هتخدم ربنا 4 ساعات في الاسبوع. ساعتين هتروح فيهم من القداس ولا الاجتماع، وساعتين تعمل شويه الحاجات اللي هتعملها جوه الكنيسه، ويبقى هو ده خدمتك لربنا. ده كلام فارغ. لكن خدمه ربنا الحقيقيه والاكثر هي في مكان شغلك. دي الخدمه الحقيقيه، ودي مش كانها خدمه. عشان نكسر بقى السؤال ده للاخر يا دانيال: ازاي اوزن ما بين العمل والخدمه؟ لكن اللي هيجي دلوقتي عائق في دماغنا: هو انا لو عملت بشكل يعني وركهوليك، بشكل فيه ادمان، وانغمست في العمل، ساعتها العمل يبقى وثن. ساعتها انت مش فاهم دعوتك انك بتمجد ربنا في العمل. ساعتها انت بتشتغل بشكل وركهوليك عشان انت عايز فلوس. وزي ما هنشوف في بعض المبادئ الجايه، انا مش بشتغل عشان فلوس مرتب، انا بشتغل عشان امجد الله، عشان اصنع تاثير. والفلوس هتيجي، وهذه كلها تزاد لكم. فانت النهارده لو العمل بالنسبه لك اصبح وثن وبقيت وركهوليك، دي مشكله. دي اللي ساعتها بتصيب جوانا اوزن ما بين العمل والخدمه. لكن لو انت فهمت انك وانت في شغلك انت بتخدم ربنا، وانت في الكنيسه انت بتخدم ربنا، وانت بتربي عيالك انت بتخدم ربنا، مش هيطلع سؤال انا ازاي اوازن ما بين العمل والخدمه. اتمنى يكون ردي واضح. سالي مجدي، اتفضلي. أنا عايزة أكد بس على حاجة أنت برضو قلتها. مش عارفة أنا صوتي اتفضل. تمام ولا إيه الدنيا. واضح يا سالي، سامعك، اتفضلي. أنا فكرت إنه في ناس فعلا بتلجأ لحتة العرافة في الشغل وكده. يعني أنا مريت بحاجة زي كده. كان ليا مدير، هو كان تمام معايا كل حاجة. فجأة لقيته بيقول لي أنا حلمت بيكي، ومش عارفة أنت عليكي حاجة. لو عندكم شيوخ أو قسيس يصلي لك أو تروحي له، يعني معلش طبعا يصلي لك أو تروحي له وبتاع. فقلت له يعني إيه الكلام ده؟ بس فبعد كده موقف حصل كده. فكانت يعني مرات شريك المدير ده بتتكلم بتقول يعني هو مش قصده حاجة، هو يعني هو في شيء لله. يعني هو مثلا ممكن يبقى صاحي النهارده ويقول ايه، انا حاسس ان في مصيبة هتحصل، وفعلا سبحان الله تحصل ومش عارف ايه كده. فانا ما اتكسفتش. يعني أنا قلت لهم يا جماعة ده اللي انا اعرفه ان دي عرافة. بص، يعني دي مثل خفيف لطيف ظريف كده حنين،
في الموضوع بتاع العرافه، لكن مش هو ده اللي انا كنت اقصده اكتر. لكن اقصد اكتر، وده ممكن يعني خدوا ده هوم ورك، دوروا شوفوا البورصات العالميه ازاي حركات بيع وشراء اسهم بتتم. اعملوا سيرش على جوجل كده واسالوا ازاي في معظم البورصات العالميه، مش كلها، مع بعض الناس اللي بيتحكموا في اقتصاد البورصات بيبيعوا ويشتروا الاسهم. معظم الناس دي عندهم عرافين وعندهم سحرة بيعرفوا منهم يبيعوا ويشتروا الاسهم دي ولا لا. وده اللي انا كنت اقصد اقول، ان ازاي التاثير في الاقتصاد والتاثير في بعض المجالات بيتم عن طريق السحر والعرافه، طبعا وصولا الى اشكال العلاقات اللي حضرتك بتحكي عليها يا سالي. لكن انا بكلمك في سكيل اعلى بكتير قوي من التاثير في الواقع المادي. طبعا ده اكيد بيعمل عليك تاثير انت كشخص، لكن انا بتكلم في التاثير في المجتمع كمان. قصتك واحده منهم، لكن بدءا من قصتك وصولا للتاثير في الاقتصاد، كل ده بيتم بتوصلات شريره من ابناء الظلمه. وابناء النور قاعدين جوه الكنيسه بيحاربوا في بعض ويتخانقوا على الخدمات ويفجروا في بعض ويتسلطوا على بعض، وسايبين العالم بره مرتع على ابناء الظلمه. تمام. يعني انا عايزه اكمل في حته انه يعني هو الشخص ده بعد كده اذاني بشكل ما، ان هو يعني اخذ عليا فلوس، اتكل عليا فلوس كتيره، وانا سبت الشغل وكذا حد ساب الشغل. بس اقصد اقول انه انا شويه كنت خايفه من الحته دي، او استغربت. يعني انا ما كنتش كنت بصلي، بس مش عارفه ازاي لو اتحطيت في حاجه زي كده تاني يكون ايه تصرفي. يعني انا مثلا في تص... الموقف ده قدرت اقول مثلا، يمكن عشان شركة صغيرة وعددنا محدود ومش حاجة يعني فيها سيستم كبير وبتاع وكده، لكن لو أنا اتحطيت في موقف زي كده المفروض أعمل إيه؟ حلو. اجابتي على لو اتحطيت في موقف زي كده اعمل ايه: التصق بالرب واحتمي بالرب على طول، ملهاش نقاش تاني. يعني حاجتين بتثبت اي انسان في المسيح: من حافظ وصاياي يثبت فيا وانا فيه، وانا وابي ناتي عنده ونصنع منزلا. كل ما ليك علاقه بالكلمه والروح القدس، كل ما المسيح ثابت فيكي، كل ما هذه الامور ما تاثرش عليكي. الحاجه الثانيه هو الافخارستيه: من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. الثبات في المسيح هو اكتر حاجه تحمينا من هذه التاثيرات الشريره. ده رقم واحد. رقم اتنين، هفكرك بكلام بولس اللي كنا بنقوله في آه في في الجزء بتاع الروحي والمادي، لما بيقول ان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، لكن مع اجناد الشر الروحيه في السماوات. والرب يسوع قبل ما يصعد قال لهم كده: دفع علي كل سلطان وانا اديتكم كل سلطان تدوسوا الحياه والعقارب. فما تخافيش انك تقفي في الصلاه وتنتهري كل اعمال لابليس واجناد ابليس، ومع الجسد تشاركي الجسد بتاعك اللي انت جزء منه، وتقفوا قدام الكلام ده. هي مصارعه يا سيدي. يعني هو بولس ما كانش بيقول معنى مجازي، لكن هو معنى حقيقي واقعي. هي مصارعه. مصارعه يعني احنا بنقف وننتهر عمل ابليس من على حياتنا، ونربط عمل ابليس من على حياتنا. واللي بنربطه في الارض بيتربط في السماء، واللي بنحله في الارض بنحله في السماء. وبكده نقدر نواجه سلطان ابليس علينا. الثبات في المسيح والاتحاد بالجسد في انك تقفي وتصلي وتربطي عمل ابليس من على حياتك ومن على بيتك. هو ده مم. ردي في النقطه دي لو تعرضتي ليها. وهنعيش نتعرض لحاجات زي كده. عشان كده انا قلت لكم في بدايه المحاضره انه انا ما ينفعش ادخل الشغل وانا ماليش تواصل روحي بملكوت الله بالروح القدس. لو دخلت الشغل من غير هذا التواصل الروحي، انا هبقى فريسه اتسحب. او زي ما كان حد بيسال ويقول: هعيش بقى بمبادئ العالم. لو انا ليا تواصل روحي مع الروح القدس، مع الكلمه، مع الثبات في المسيح، انا هعرف اثر في المكان اللي انا موجود فيه، ما تاثرش بيه. كلمه السر التواصل. ليه احنا بنتعرض للمواقف اللي بتحكيها دي يا سالي؟ عشان احنا متمرجحين ما بين الروحي في الكنيسه، شدنا خط المادي في الشغل، مش واصلين الاتنين مع بعض. طب هل وانا في مش مثلا بقول لك. تصرف، هل يعني في ايه؟ مثلا إيه تصرف، حاجة فعلا أقوم بيها غير إنه أنا أثبت في الكلمة وأصلي؟ يعني أقصد أقول مثلا لو لا، ما الكلام عنديش طلع وصفة، ما قدامي. عنديش وصفة يعني. التصرف اللي هو ايه؟ ما فيش وصفة. يعني آه أقصد أقول سكوتي هل هيكون حاجة سلبية مني مثلا؟ السكوت، لا، السكوت هو هروب. ده مش تصرف. السكوت مم. هروب، مش تصرف.
التصرف انك تقفي وتصارعي. هو بولس قال كده: مصارعتنا مش تقهقرنا وانسحبنا وسكتنا. ما هي حرب. يعني انا عايزكم تتخيلوا ان هي حرب. وحرب دي مش معناها، الحرب الروحيه مش معناها ان ابليس بيسعى ان هو يوقعنا في شويه خطايا، نكذب ونحلف ونشتم. لا، دي الخيابه. انما حرب يعني هو ابليس عايز يواجه ولاد ربنا عشان ما يكونش ليهم التاثير في الواقع المادي. ابليس رعبه ان ولاد ربنا ياثروا في الواقع المادي. ابليس رعبه ان اولاد ربنا يفتدوا الخليقه اللي بتقن من خلال انه يوقعهم في بعض الخطايا. بس الحرب بتاعت ابليس مش توقيع في بعض الخطايا، الحرب هي مواجهه. ابليس بيواجه بيها ولاد ربنا بالشكل اللي انت حكيتيه ده يا سيدي. اتمنى يبقى ردي واضح. اوكي. هاني رمزي: عائلية سمسون، مش فاهم ايه، ولا سيمسون قصدك؟ كلام سيمسون، لو انا فاهم قصدك يعني، بس مش فاهم انت بتقول ايه. دانيال، خلاص ده سؤال دانيال. مينا بيقول: ما هو السبب او متى علينا ان نترك مكان عملنا لما تفهم من ربنا انه دعوتك في المكان ده خلصت، او السيزون ده في المكان ده خلص. فولو، اتبع صوت ربنا. هو بيرسلك فين لو انت صدقت، او احنا مصدقين. وده ممكن ناخده في محاضره تانيه. يعني ايه الارساليه في العمل، او يعني مرسل جوه مكان عمل. لو انت مرسل في مكان عملك، انت هتلاقي ربنا بيكلمك بشتى الطرق انه وقتك هنا خلص، اتحرك لحته تانيه. ولا ان هم يكون بيضطهدوني ويقرفوني ويطلعوا عني، هو ده اللي يخليني امشي. لا، مش هو ده اللي يخليني امشي. اللي يخليني امشي انه لو انا مصدق تاني، وهرجع اقول لك نفس الكلام اللي كنت بقوله لبيشو: ادراك انك مرسل من الله في مكان عملك. فانت مش هتتحرك بمزاجك الا لما اللي ارسلك يقول لك، زي ما مكتوب في يوحنا 5 كده، انه لم يكن الابن يعمل شيء الا كل ما يرى الاب يعمل. فالابن بيعمل حاجه اللي شايف الاب يعملها، او اللي الاب عايزه يعملها. فلو عندك هذا الادراك اللي بتتكلم فيه، فانت دايما هتفولو او هتتبع صوت ربنا. اتحرك امتى والفين وازاي. ده ردي اللي على قد فهمي. امتى وازاي، والاسباب اللي تخليني انتقل من مكان لمكان تاني. هي المفروض الوقت خلص، لكن هعدي على المبادئ دي تعديات سريعه جدا. ونحاول نقفل بيها الوقت آه، بتاعنا. آم، اول مبدا زي ما كنت بقول لكم هو ان الشغل عباده. تاني مبدا الامانه والنزاهه. ثالث مبدا الاتقان التميز. رابع مبدا القياده الخادمه، ويمكن ده اللي هنشرح فيه اكتر معنى التسلط، اللي كان يعني مقدم لادم وحواء كجزء من الجوب ديسكريبشن بتاعهم. خامس مبدا زي ما كان حد بيتكلم في الاسئله بتاعته هو المنح والنور، اي التاثير. ده الجزء اللي احنا بنتكلم فيه في التاثير في الواقع المادي. سادس حته النزاهه الماليه، ودي حته مهمه جدا في التعامل مع الفلوس. سبعه زي ما كان حد بيسال، الدنيا ما بتبقاش لطيفه وما بتبقاش مفروشه قدامنا ورد، هل ينفع اعيش بامان وسط الظلم؟ ده مبدا مهم محتاجين نعيشه. تامن حاجة التوازن والاتكال. التوازن اللي ربنا بيستعملني عليه. آه, أنا ميرنا مش مينا، سوري معلش الخط صغير، أنا آسف يا ميرنا، معاك على التوازن والاتكال. التوازن ما بين رؤيتي للعمل، هل هو أنا مضطر أعمل عشان الفلوس، فأنا عايش عبد لوثن العمل وساعتها يفقد العمل صنم في حياتي، ولا أنا عندي توجه تاني بشتغل بيه وساعتها أنا مسلم مستقبلي ودخلي وفلوسي واللي هيخش لي لصاحب الارساليه اللي ارسلني فيها. اول مبدا يمكن احنا ناقشناه كتير، مش عايز اضيع وقت فيه. هو انه الشغل زي ما كنت بقول لكم هي عباده. آم، وده اللي بولس كان بيقوله في الحته اللي قلت لكم عليها، انكم كده بتخدموا المسيح. انتوا اعملوا الكل من القلب للرب مش للناس. آه، ده أول مبدأ، مش عايز أضيع فيه وقت أكتر من كده، لكن أعتقد إن إحنا شرحناه باستفاضة. وفي كورنثوس الأولى بيقول كده: فافعلوا كل شيء. كل شيء هنا مش الحاجات الأفعال الكنسية اللي بنعملها جوه الكنيسة، لكن كل شيء. كل شيء وكل شيء أكتريته في الوقت اللي أنا صاحي فيه موجود في شغلي لمجد الله.
المبدأ الثاني الأمانة والنزاهة. من أكثر الآيات اللي بتلفت انتباهي، طبعا أنتم عارفين الأمين في القليل أيضا أمين في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. من أكثر الآيات اللي بتلفت انتباهي الآيات اللي اتكتبت عن دانيال. بيقول كده إن أعدائه اللي هم الناس المنافسين ليه فتشوا عنه. بصوا الكلام ده، فلم يقدروا أن يجدوا فيه علة ولا ذنبا. الكلمتين دول غير بعض. ذنب يعني خطية، علة يعني غلطة في الشغل، لأنه كان أمينا. فأنا بالنسبة لي مثل دانيال ده مثل واضح جدا فيه يعني إيه واحد بيعمل وهو مرسل في مكان عمله. بالمناسبة مكان عمل دانيال ما كانش شركة في حتة في البلد، لكن كان راجل بيشتغل في بابل. ما اعرفش يعني انتوا عارفين يعني ايه كلمة بابل ولا لا؟ بابل دي مصدر الشر ونظام الشر كله، كأن الناس تفتش وراه ما تلاقيش غلطة في شغله ولا تلاقي خطية، لأنه كان أمينا وكان راجل بيتمتع بهذه النزاهة. أمثال بيقول كده: موازين غش. لو أنت مش أمين في الموازين بتاعتك، مش أمين في التسعير بتاعك، مش أمين في التعامل مع الفلوس اللي بتؤتمن عليها، مكرها للرب، والوزن الصحيح أمر مرضي للرب. هسيب لكم البعد الآبائي تقروه. البعد الآبائي فيه كلام تعزية حلوة قوي، لكن عشان الوقت أنا ههتم بالشاهد الكتابي في كل مبدأ، واسيب لكم البعد الآبائي تقدروا تقروه وتتمتعوا بيه براحتكم. تاني حاجة الإتقان والتميز. وبصراحة يعني الإتقان والتميز، مع احترامي للمذاكرة اللي بتذاكرها ودي لازم وضرورية، واللازم نذاكر ضروري. يعني اللي عايز يتقن ويتميز من ولاد ربنا محتاج يذاكر. ما ينفعش حاجة اسمها ربنا يوفقني من غير مذاكرة، ما ينفعش حاجة اسمها ربنا يوفقني من غير ما ابقى فاهم العلم بيقول ايه. لكن مع العلم انا بعتمد على مسحة الروح القدس. ايه مسحة الروح القدس؟ مش الروح القدس ده اللي انا بحتاجه بس عشان اوعظ واحد مرنم. لا يا حبيبي، ده الروح القدس اللي انت بتحتاجه عشان تشتغل بتميز. برضه هرجع لدانيال لما وقف قدام الملك بعد ال3 سنين السكولرشيب اللي خدها في قصر الملك. آه بيقول لك كده: وجد دانيال 10 أضعاف زملائه. 10 أضعاف. يبقى أكيد كانوا جايبين عيال كسر يعني من على المزلقان. لا، ما كانوش جايبين عيال كسر من على المزلقان. يعني الناس اللي هتاخد سكولرشيب في قصر الملك 3 سنين أكيد جايبين بقى العيال بتوع الاي يو سي والجي يو سي والبي يو سي، والعيال بقى اللي هم يعني على الفرازة دي. فيوجد ممكن إعادة رقم 2. حاضر، أخلصه بسرعة وأرجع لكم. كون إن هو يوجد بهذه الفارق، ده معناه بيقول إن في، زي ما بيقول كده: ودانيال فاق الجميع لأن فيه روحا فاضلة. روحا فاضلة بتترجم على أنها الروح القدس اللي عامل في دانيال، اللي أدى بيه إلى شخصية فاضلة. ووجد إنه يفوق الجميع بالإتقان والأمانة اللي فيه. مين اللي هيديك هذا الاتقان والتميز؟ الروح القدس. عشان كده بيقول: ارايت رجلا مجتهدا في عمله اللي بيذاكر امام الملوك يقف. ده شخص ليه مرتبه عليا، هيقف زي دانيال لما وصل لدرجات انه اصبح رئيس وزراء. يقف امام الرعاع، مش الناس العاديه اللي يقفوا قدامهم. المبدا اللي بعد كده الهام. انا هرجع لنقطه 2. انت فاتحه المايك هتقولي حاجه تقريبا، اتفضلي. طيب عشان نخلص نقطة 2 وإلهام تبقى فاهمها تاني. الأمانة والنزاهة. يعني إيه الأمانة والنزاهة؟ إن أنا هعمل الحاجة بأمانة زي ما المفروض تقتضي إنها تتعمل. والنزاهة معناها مش هكيل بكذا مكيال أو بكذا وش هعيش. يعني مش هعيش مع مديري بوش ومع زمايلي بوش. مش هبقى مع مديري بمسح الجوخ ومع زمايلي بديهم على دماغهم. انا نزيه، يعني انا نفس الشخصيه اللي عايشه في كل المواقف بنفس المبادئ. المبادئ ما بتتجزأش. ممكن طريقه التعامل يبقى فيها فرق من حته لحته، لكن المبدأ لا يتجزأ. فدي النزاهه. الامانه ان انا اللي وكلت عليه واتحط في ايديا والمفروض ارعاه وادوره، انا هكون امين عليه، مش هختلس منه، مش هسرق منه، مش هستلف منه، مش هأسيء استغلاله. فانا امين والناس. عشان لما اكون بعمل ده
والناس تفتش ورايا زي دانيال، يقول لك كده لم يجدوا فيه علة، يعني غلطة في الشغل، ولا ذنب، يعني خطية، يعني ما كانش متحرش بزميلته في المكتب، وما كانش بيخنصر ورق البرينتر عشان ما لازم ابنه اللي بيطبعها مثلا. فده يعني ذنبه عالي. مش عارف انا كده وضحت نقطة رقم اتنين الهام ولا لأ. آه، اتمنى تبقى وضحت. يعني لو عايزة تقولي حاجة او تكتبي. تمام، شكرا، اوكي، ثانك يو. انا هرجع اقرا بقية الاسئلة بس بعد ما اجري شوية على بقية المبادئ. المبدأ بتاع الإتقان والتميز قلناه، وأكبر مثال قدامنا زي ما كنت بقول لكم هو بصلائيل. بصلائيل بيقول كده: ملئ من الروح الله بالحكمة والفهم في كل صنعة. يعني الروح القدس ينفع يجي معانا أماكن أشغالنا ويدينا أفكار فائقة لتتميم أشغالنا بعد ما نكون ذاكرنا المذاكرة اللي المفروض نذاكرها زي دانيال ما كان بيذاكر. لكن ينفع مسحة الروح القدس تدينا اختراع وفهم في الاشغال بتاعتنا. وجرب، مش يمكن يطلع الروح القدس بيفهم في الشغل بتاعك. جرب، جرب تاخده معاك وسأله. المبدأ الرابع اللي هو مبدأ القيادة الخادمة. آه عايز افكركم بالآية بتاعت: قال لا نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. وهنا مبدأ التسلط اللي احنا فاهمينه من الثقافة هو الفوقية والأمر والقمع والإكراه وإصدار الأوامر. بس ده مش معنى التسلط الكتابي. معنى التسلط الكتابي اللي الرب بيوضحه في مرقس لما بيقول كده: من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم. وده اللي بيحدد مبدا اسمه القياده الخدمه. يعني ايه القياده الخدمه؟ يعني انا مش متخيل مثلا ادم عشان يتسلط على السمك هيقول لمجموعه سمك انتوا تعوموا في الحته دي، اياكوا شوف سمكه تيجي تعوم في الحته دي، لو السمكه عدت الحته دي نهارها اسود. اكيد ده مش معنى التسلط اللي ادم هيتسلط بيه على سمك البحر وطير السماء، لكن معنى التسلط ان هو هيرعى هذه المخلوقات، هياكلها، هيعشرها جنسيا عشان تتوالد وتتكاثر. فهو حط كل حاجة تحت ايديه عشان يهتم بيها ويرعاها ويرعى مصالحها. فرعاية آدم لمصالح هذه الموارد وإنه يأكلها ويكثرها، ده هينشئ خضوع ضمني من هذه الموارد لآدم فتكون خاضعة ليه. عشان كده يقول: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها. الإخضاع هنا مش بالقمع والإجبار والإكراه، لكن إنك تنزل تحت المورد وتهتم بيه وترعاه. الكتاب بيوجه ان الشخص اللي بيخدم ده هو مش شخص فوق الناس، لكن هو شخص لاصحاب العمل انه يكون آم، يعني هقرا لكم البعد الابائي لانه حلو قوي. الاب الروحي في التقليد القبطي اب خادم لا امر متسلط. الاب الروحي مش امر متسلط لكن خادم. رئاسته غسل ارجل لا عرش سلطان. يعني هو اللي يعني لو هناخدها على مثال، لو انت مدير مجموعه او تيم ليدر لمجموعه، انت بتفاسيليتيت شغل المجموعه، انت بتسهل شغل المجموعه، بتحل مشاكل الناس، بتخدم الناس في حل مشاكلها عشان تبقى جاهزه انها تشتغل على اكمل وجه. لو عندك هذه المبدأ بتاع القيادة اللي بيها بتخدم الناس وتذلل لها الصعاب، اللي انا كاتبها اهي: فمن يقود فريقا مدعو ان يحمل عنهم لا ان يثقلهم. يحمل عنهم ايه؟ يحمل عنهم مشاكلهم، يحمل عنهم الامور اللي بتعطلهم، مقتديا بالراعي الذي يبذل نفسه عن الخراف. لو وجد راعي يبذل نفسه عن الخراف ويمكن الخراف من انها تعيش حياه، هذه الخراف هتخضع لهذا الراعي. وده بطبيعة خلقة كل الكائنات اللي موجودة. النقطة الخامسة وهي عمود التأثير اللي أنا كنت بكلمكم عليه في الواقع المادي: الكون ملح ونور. أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. مش محتاج أتأمل في موضوع الملح والنور. انتوا سمعتوا كتير قوي الملح هو اللي بيصنع تأثير في الكفاء، لكن النور هو اللي بيظهر الحقيقة. النور جاء للعالم والظلمة لم تدركه، ما قدرتش عليه، لأن في إظهار للحقيقة. إظهار الحقيقة كمان مش بالتبجيح والصوت العالي والخناق والبلطجة، لكن إظهار الحقيقة بالوداعة. البعد الابائي برضو من الحاجات الحلوه اللي لمست قلبي وانا بحضر. قيل عن الاباء: ان سئلت فتكلم والا فليكرز سلوكك. وده معناه ان كرازتنا للعالم وتلمسه الامم هي مش بس بالكلام، مش بس ان انا اديله نبذه، لكن سلوكي
في كرازة، في إظهار للمسيح موجود. المؤمن في السوق أيقونة متحركة، زملاؤه يقرؤون المسيح في أمانته ودعته قبل أن يسمعوا كلمة. الحتة الأبائية دي حتة عميقة جدا 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 في شرح احنا ازاي بنكرز للأمم ونتلمذ الأمم في سوق العمل اللي احنا مرسلين إليه. أنا آسف لو أنا بجري، لكن أنا هبعت لكم البرزنتيشن دي كلها. النقطة السادسة بعد كده النزاهة المالية. والنزاهة المالية مفادها كلها انت بتكسب مش عشان تكتنز، انت بتكسب عشان تدور فلوسك تستثمرها وتباري بيها آخرين. انت بتكسب لانك مؤتمن على الكسب اللي انت كسبته ده. زي ما بولس كده بيقول لتيموثاوس تلميذه: الاغنياء اوصيهم ان يكون اسخاء في العطاء، كرماء في التوزيع. فالثروه اللي في ايدك هي وكاله لا ملكيه. انت مش بتاخد الفلوس عشان تكتنزها، انت بتاخد الفلوس عشان تدورها وتبارك بيها اخرين، اما بالعطاء او بالاستثمار. فانت بتستثمر فلوسك لبركه الاخرين او بتعطي لبركه الاخرين. واحد من الآباء يوحنا ذبي الفم بيقول كده عن الصدقة: قلب الاقتصاد المسيحي هي الصدقة، ما يفيد عن حاجاتك هو حق الفقير عندك، تحق الفقير اللي موجود في ايديك انك تديه. المبدأ اللي قبل الأخير هو إنه الأمانة وسط الظلم. ويمكن دي بتجاوب على السؤال من الأسئلة اللي اتسألت. أعتقد كان هاني هو اللي كان بيسأل السؤال ده لما قال أنا أحبطت وابتديت أحس بالإحباط. وانا قلت له يعني غالبا مش هنلاقي بيئه عمل جميله حلوه مناسبه ايا كان الحته اللي تشتغل فيها. اشتغلت في مصلحه حكوميه، في قطاع خاص، في يور اون بزنس، في خدمه مسيحيه، في هيئه مسيحيه، في كنيسه. آه، العالم وضع في الشرير يا جماعه، مفيش مكان مريح. آه، طب هنعمل ايه؟ هنسلك بامانه وسط الظلم؟ يعني لان هذا فضل. ان كان احد يحتمل احزان متالما بالظلم، كان احد يصبر. الجزء بتاع بطرس بيقول كان احد يصبر ويحتمل احزان متالما حتى في بيئه مظلمه. ده فضل، دي فضيله، دي فضيله مضطرين عليها؟ لا مش مضطرين عليها، بس نتيجه نضوجنا وتشكيلنا نقدر نعيش هذه الفضيله. عشان كده بطرس بعد كده يقول: الذي يقويكم ويمكنكم ويثبتكم ويكملكم عشان تقدروا تعيشوا ده. واكتر مثل عندنا واضح مثل يوسف في بيت فوتيفار. مكان فيه ظلم، مكان فيه قهر، مكان فيه قمع، لحد فين قرر يعيش بالامانه وما جالوش الاحباط وما جالوش الاكتئاب وما رماش الدنيا لحد الاخر. عشان كده في رساله روميا بيقول: لا تغلب من الشر، لا يغلبك. كان لا يعني دي ترجمه من الترجمات اللي بيقول لا يغلبنكم الشر بل يغلب الشر بالخير. آه التعليق بتاع الاداء على موضوع الصبر اوقات بينتابنا شعور ان الصبر هو انك انت تتظلم وتحط لسانك في بقك ما تفتحش بقك. نو، الصبر هو انك واقع تحت هذا الظلم واحدة لازم، لكن انت متقوي، قادر تتقوى بعمل النعمة فيك. هو ده الصبر. فالصبر في كلمة يونانية اسمها اوبومون، ليس ضعفا بل قوة مخفاة. قوة بتخليك ما تنسحقش، ما تتكرمش، ما تتكسرش تحت الظلم وتحت الضغط، لكن ده بيشكل ويزكي إيمانك. عشان كده بيقول: إن كان أحد بالصبر يحتمل أحزان تقلب الظلم، إذ يسلم المظلوم أمره للديان العادل ويثبت في موقعه. بتتظلم، بتسلم القضية على مكتب الديان العادل، زي ما مكتوب عن المسيح كده في رسالة بطرس: الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. يسلم ملف القضية على مكتب الديان العادل ويكمل ثابت في موقعه. هو ده معنى الصبر. آخر نقطة، ويمكن البعض سأل عليها زي بيشو بيسأل سؤال دلوقتي: لو أنا شايف إني ورك هوليك إزاي أعمل توازن بين الشغل وحاجات تانية مهمة في حياتي؟ بص يا بيشو، عندي إجابتين للسؤال اللي أنت بتسأله. رقم واحد، هرجعك تاني للإدراك والفهم. هو أنت ليه بتشتغل؟ هل أنت بتشتغل عشان الفلوس والمرتب بس؟ هي دي حياتك؟ ده هيساعدك إنك تبقى ورك. أنت بتشتغل لأنك بتتم مشيئة ربنا ودعوتك، اللي الشغل جزء من أدوارك المختلفة في الحياة. هتلاقي نفسك ده بيساعدك كإدراك
ازاي تحط للشغل وقت، لانك انت عندك اعمال تانية تقوم بيها بتتمم بيها مشيئة ربنا في حياتك. واللي مش هيخدم جوه الكنيسه، لان هو الشغل خدمه المفروض لو احنا ادركنا الادراك الصحيح عنه. تمام. لكن اكتر حاجه بتخلي الانسان ورك هوليك هو انه عارف انه من غير الشغل ده هو مش هيلاقي ياكل. مع ان بولس بيقول من لا يعمل لا ياكل، بس دي بيعالج بيها نقطه العيشه باستمتاع وعواله على الاخرين. لكن لو انت بتعمل عملك بامانه وعارف انك بتخدم ربنا في عملك، ما تشيلش هم الفلوس هتجيلك ازاي ومنين. لو انت ما شلتش هم الفلوس هتجيلك ازاي منين، وده مبدأ التوازن والاتكال اللي انا لسه بشرحه. آه، العمل بركه لكنه يصير صنما حين يبتلع القلب والراحه. يعني احنا يبتلع القلب والراحه، يعني لما تبقى قلقان انت بكره شايل لك ايه بقلة إيمان، زي ما المسيح كان بيقول إن كل أمم العالم بيطلبون هذه، وأما أنتم فأباكم السماوي يعلم ما تحتاجونه قبل أن تطلبونه يا قليلين. فلو أنت حاطط أمانك في ربنا هو اللي هيضمن رزقك وهيضمن أكلك، فأنت هنا مش هتقع تحت الورك هوليك كصنم، لكن أنت هيحصل عندك شفت في الإدراك إنك أنت كده بت بت أنت بتتمم دعوتك لخدمة ربنا، زي ما عندك مناحي تانية وقنوات تانية تكمل فيها تتميم دعوتك وخدمتك لربنا. ساعتها ده ينقذك من انك تبقى كولك. لكن الحاجة التانية العملية هي الكالندر وهي الأجندة وهي تنظيم الوقت. أنا هعمل كذا من كذا لكذا، همارس رياضة من كذا لكذا، هنزل أمشي من كذا لكذا، أروح أعمل شغلانة في الكنيسة وخدمة في الكنيسة من كذا لكذا، هقابل فلان من كذا لكذا. تنظيم الوقت هو النصيحة العملية اللي أقدر أديها لك. بالمناسبة 6 أيام تعمل وأما في اليوم السابع فيه سبت وراحة للرب. في العبري مكتوبة كده شيشات يومين تعبد، 6 أيام تعبد، بيوم هشيبع شباط، وفي اليوم السابع تستريح. شباط اللي جاي منها الشباط، ده عكس المبدأ اللي احنا برضه بنفكر بيه، أنا بشتغل 6 أيام وأعبد ربنا في اليوم السابع. لكن في العبري دي مكتوبة شيشات يومين تعبد، 6 أيام تعبد وفي اليوم السابع تستريح. فمحتاج توازن ما بين الادوار اللي بقوم بيها، ما بين الراحه ما بين الشغل. لان انا في كل الامور زي ما كان بولس بيقول كل ما عملتم مجدوا الله فيه. فالمؤمن بيعمل باجتهاد لانه المفروض يعمل بامانه، ما يبقاش وركهوليك، لكن بيعمل باجتهاد ويتكل على العنايه الالهيه بلا قلق، وما يكونش عابد للعمل ولا كسل متزرع بالايمان. يعني مش كسلان ويقول لك يا ربنا هيسترها وياكلني، ما هو ربنا بعت اللحمه في بق الغراب لدانيال. لا، دي ترجمه خاطئه لكلمه ربنا. فهو مش كسول لانه عنده ايمان، لكن بيجتهد لانه المفروض يجتهد، ومش قلقان ويعبد العمل لكنه عابد في العمل. مش بيعبد العمل كصنم لكنه عابد للرب في العمل، فالعمل عباده بيقدمها للرب. عشان كده البعد الابائي بيقول لنا كده انه حذر الاباء من هم الغد كخطيه قله الايمان، وده اللي الرب يسوع بيناقشه في متى 6. ودعوا الى الاتزان بين الجد والطمانينه. انت بتشتغل بجد، انت بتشتغل بامانه، بتشتغل بالنفس الاخير للميل التاني من غير ما تبقى وركهوليك، وانت مطمن ان ربنا ضامن ليك الرزق بتاعك. عشان كده احب اسيب آه، السلايد دي في الاخر في قدامكم. العمل هو دعوه الهيه. فلو انت بتسأل ربنا هو يدعيك انك ترنم ولا تسبح ولا تكون واعظ، ربنا يدعيك انك تشتغل شغلك. كل عمل شريف، قيادة شركة أو كتابة كود أو تعليم أو زراعة أو صناعة أو تجارة، هو موقع خدمة ومذبح عبادة لأنك بتقدم ذبائح للرب فيه، وميدان للشهادة عن الله. المؤمن لا يفصل الأحد عن الاثنين زي ما كنت بقولها لكم، بل يحمل مذبح الأحد إلى مكتب الاثنين، فيصير سوق العمل موضعا يتمجد فيه اسم الله. أنا آسف إن أنا طولت عليكم. حاولت اجري في الجزء الاخير، لكن هيكون معاكم البرزنتيشن. اعتقد انا كده غطيت كمان اسئله الناس. كيف اتوازن بالعمل والخدمه، رديت عليه. ايه سبب او متى علي ان انا اترك
ميرنا كانت بتساله، بيشو كان سال على موضوع الكوليك وانا جاوبت عليه، والهام قعدت رقم 2. آه، قولوا لي لو حد عنده اي سؤال يحب يفتح المايك يشارك بيه او يكتبه، انا جاهز للرد. طيب يا حسام، كان في سؤال كده. م- في حتة احنا دايما بنبقى واقفين عندها، اللي هي الحتة الرمادي. يعني مثلا في وقت من الأوقات مثلا حد عدى ان هو اشتغل كمندوب للقروض، وبدأ ينزل يعرض ان الناس تاخد قرض من شركته. هو عارف الثغرات بتاعة المنتج اللي هو بيبيعها، بس هو لما بيجي م- يعرضها للشخص، للعميل، علشان يحقق التارجت، هو مش هيروح يقول له الثغرة الفلانية، مش هيروح يقول له الصورة كاملة. انا سيلز، انا عايزة ابيع لك. وفي نفس الوقت انا كويس. بالنسبة لي انا مش بعمل حاجة غلط. ستيل ك ماركتينج مثلا، انا حد م- بيعمل ديزاين او دعاية معينة لمنتج، انا يمكن عارف عيوبه، بس عيوبه م. دي انا مش قايلها للشخص اللي قدامي، او مش قايلها للكلاينت اللي انا ببيع له المنتج. فلحد فين بكون يعني حتة الأمانة دي قصادي؟ يعني أنا فاكرة في حد قال قدامي قبل كده إن هو ساب شركة الماركتينج اللي هو كان بيشتغل فيها علشان كان بيعمل دعاية لمنتجات هو شايف ثغراتها، فما قدرش يكمل. بس أنا بالنسبة لي النقطة دي ممكن تكون لبعض الناس مش منطقية. طب ما هشتغل فين؟ ما هو كل الحاجات ليها ثغراتها. حلو. كل حاجات ليها ثغراتها، حتى السوفت وير في الصناعه بتاعتنا ليه الثغرات، اللي بننزل باتشز بعد كده ابديتس عشان تحل ثغرات السوفت وير. انا هقول لك وهرد عليكي وهرد على سائل عن تجربه عمليه، انه انا كنت بسوق لمنتج معين في الشركه اللي انا فيها. آه، و وكان قدامي حاجه من اتنين، يا اما اعرض فعلا مزايا المنتج بس وما اتكلمش على عيوبه، يا اما اقول للشخص بص المنتج ده فيه كذا كذا كذا، لكن في تقصير في الحته دي وفي العيب في الحته دي احنا شغالين عليها دلوقتي وبنعالجها. الحق اقول لك واقول اللي سال، حجم الثقه، لانه تعالوا نمشي السكه الاخر. انا النهارده كلفت عميل وبعت له بان انا استعرضت نقط القوه وخبيت عليه نقط الضعف. العميل بقى لما يشتري منتج ويلبس فيه ايه اللي هيحصل؟ هتيجي عليه بالمشاكل، ده رقم واحد. رقم اتنين، في حاجه في الماركت اسمها الورد اوف ماوث. اللي درس ماركتنج واللي درس مانجمنت هيفهم ان في حاجه اسمها وورد اوف ماوث. وورد اوف ماوث والنهارده بقت موجوده كتير قوي بسبب السوشيال ميديا. هيتسيح لي على السوشيال ميديا ده الشركه دي شركه نصابه، فانا هبقى كسبت عميل لكن هبقى خسرت بزنس. زي ما سالي كانت بتقول الريبيوتيشن او السمعه. فانت شاطر انك كسبت عميل لكن خسرت سمعه وخسرت بيعات تانية. لكن على النحو الاخر بقى وعن تجربه شخصيه، لما رحت للعميل قلت له مميزات المنتج واحد اتنين تلاته، عيوبه كذا، لكن انت تقدر تستخدمه والعيوب دي ما تضركش، لكن لو العيوب دي واقفه في مصلحتك انا ما انصحكش بيه، وانصحك بتاع الكومبيتيتور. كلامي خد مش كده؟ عايز اقول لكم ان العميل ده لغايه النهارده لما بيحتاج يشتري اي حاجه في البيزنس يرفع سماعه التليفون يكلمني. فانا كسبت هنا ايه؟ كسبت ثقه العميل. كسبت ثقه العميل اللي لو انا قلت له بعد كده المنتج اللي انا ببيعه لك ده فيه النقطتين دول ديفكت لكن دول مش هيضروك، هياخد المنتج عينين. فانا بقى كسبت العميل وكسبت الورد اوف ماوث بتاعت العميل بعد كده في السوق عني، فكسبت عملاء تانيين بالورد اوف ماوث وبالريفرنس وبالسمعه كويسه. فين التركية اللي انت سألتي عليها او اللي كتب السؤال سأل عليها؟ هو ان انا عايز مكسب لحظي ومش شايف بعد كده النتائج. لكن لو انا شفت النتائج هكتشف ان الحق الالهي في المزايا والامانه هو اللي بيضمن النجاح بعد كده. وده مش تنظير لكن ده عن خبره عمليه انا عشتها في السوق بكلمكم عنها. اوكي. طيب. سيلي بتقول او ان المدير يطلب منك حاجه تجددي بيها على العميل. آه، اقفي في وش المدير حتى لو هيكلفك نتائج وقولي له انا اسفه انا مش هقدر اكتب، دي مش من مبادئي. انا عارف ان ده بيبقى موقف صعب جدا لكن هو ده الموقف اللي فاتي الثلاثه عدوا بيه لما ادانا التمثال وقالوا له يا نبوخذ نصر لا يلزمنا ان نجيبك. هم مش اتخانقوا وما فتحوش حسهم، برضه مش بقول لكم خليكم بلطجيه وخليكم بلا اخلاق
وبجحوا في وش مديرينكم. لا، انتوا هتسمعوا كلامهم زي ما بولس كان بيقول: اطيعوا سادتكم في كل شيء. طبعا لو طلب منك حاجه غلط، حاجه لا تخالف، حاجه تخالف ضميرك وتخالف تعليمك، بشياكه وبادب اعتذر: انا اسف، انا ما اقدرش اعمل كده لان ده لا يتفق مع مبادئي اللي انا اتعلمتها في الكتاب المقدس وفي الكنيسه. لكن انا هنا بقى ما تسحبش نفسك بس، لان ساعتها مش هتبقى ريلايبل. لكن انا هقدر اوجد الطريقه اللي ابيع بيها وهندل العميل بشكل يخلينا نكسب العميل مش نخسره. انا بوصل العميل، ده كلام المدير مش كلامي يعني. شكرا يا ساري على صراحتك، لكن اقدر اصنف ده ان هو انت كانك عملتي كده زي بيلاطس البنطي: انا بريء من دم هذا البار. مدير قال لي كده وانت يا عميل البس. ف يعني ما اعرفش ميبي، لكن مش هو ده اللي انا كنت عامل له ساعتها. هقول للمدير: انا ما اقدرش اعمل ده، مش لا يتفق مع مبادئي، لكن في نفس الوقت انا عندي تصرف وعندي حكمه من ربنا هقدر اتعامل بيها مع العميل ونكسب العميل ما نخسروش. مش عشان اكسب العميل ما اكذب. ودي كلام انا بقول لكم ده يا جماعه، كلام من السوق. انا عايش في السوق، انا مش خادم متفرج، انا عايش في السوق وبقول لكم خبره السوق تقول ايه. سالي كنت هتقولي حاجه، اتفضلي. هو انا بس اقصد حاجه، يعني في شغلي عامه بيبقى كله ايميلات مع ناس بره. في مره المدير ضغط عليا انه هيقول حاجه وهي غلط، مش حاصله. فانا قلت له لا، انا مش عايزه ابعت اقول كده، لان في الاخر انا بكتب في اخر الايميل سيدي مجدي، انا اللي كاتبه الايميل. فانا مم. بقول له خلاص، يعني هوصل للعميل ان ده كلامك مش مم. كلامي انا. مم. فانا يا اما بكتب وبمضي في الاخر، او بكتب في الاخر ان اسم المدير هو اللي بعت الايميل، لان هو يعني مش بيعرف يعمل كده، او مش هو اللي بيبعت الايميلات. يا اما مم. بقول لهم المدير بيبلغكم كذا كذا كذا. اه لا، انا ما بس كنتش فاهم الموقف كده. انا كنت فاهم ان انت مسؤوله عن اه التواصل مع العميل وما جايب العميل بقى. خلاص لو هو قال لك اكتبي كده، هي المسؤوليه بتاعته مش بتاعتك انت. بالظبط. بس لازم تنبهيه ان ده كلام مش مظبوط، وانا شايف ان ده كلام مش مظبوط، وده مش هيخلينا نكسب العميل، ده هيخسرنا العميل. طبعا على طبعا. اللونج تيرم ده هيخسرنا العميل وهيخسرنا الديل بعد كده، وهيخسرنا سمعه في السوق. وده دورك انك تنصحيه زي ما كان دانيال بينصح الملك: عيش الى الابد ايها الملك اللي انت حلمت بيه، واحد اتنين تلاته. وانت مش من حقك تعمل كده، زي ما قال لداريوس الملك في مملكه ميديا وفارس انه الرب خلاص انهى مملكته. احيانا هينفع نقول كده المديرين بتوعنا، ولكن مع تراكم خبرات الاحترام اللي احنا عشنا بيها في البيزنس، هيبقى لينا تقلنا وصوتنا عند المديرين مش هيستهان بيه. بس دي بتبقى رحله، مش خناقه يوم ولا اتنين.